تخيل دماغي مش جايباني لمدة بتاع 10 دقايق كده بدور على شيء معين، في الآخر يطلع فين؟ يطلع هنا. بس ما لقيت الشيء، وده دليل على ان انا مش مركز او ان انا تايه او اي حاجه مهما كانت يعني. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان الفتره اللي فاتت كانت فتره غريبه جدا جدا جدا. ممكن نسميها ان انا كنت بدور على نفسي اللي بجد بقى، لان انا عارف ومقتنع ان انا اتشتت كتير بسبب الروايه، ومش عارف حفلات توقيع ومشاكل عائليه ونفسيه بخصوص الرواية والكلام ده. الناس فاكراني كاتب ولا حاجة يعني، فنخلي الموضوع ده بعدين. المهم كان في مشاكل عائلية نفسية، حتى في حياتي العاطفية يا جدع. تخيل بقى، حتى المحن والكهن مش نافع فيه. المهم يا جدع، كنت غلط في حاجات كتير، وانجرفت الأفكار كتير ملهاش لازمة، وعملت أفعال مش طبيعتي إن أنا أعملها، وعملت حاجات ما تناسبنيش نهائي، وفضلت أشتت نفسي أكتر وأكتر وأكتر على أمل إن أنا هفوق. وده اللي نسميه غباء، إن الواحد لما يجي يقول كلمتين عدلين يلاقي الكلاب عمالة تهوى. المشكلة إن في كلب صغير، فاهم يعني؟ الكلاب الكبيرة كلها عادي، كلب صغير ده اللي رخم، ده مستفز. المهم الكلاب بدأت تسكت، بس كل التشتيت اللي عملته في نفسي على أمل إن أنا أفوق، طبعا ده غباء، بس يعني انا انسان وده اللي حصل بقى ان حصل العكس. بدات اتشد اكتر في التشتيت ده. مش اقول كلام عميق واقول لك مش عارف الطاقه السلبيه اتشدت للطاقه مش عارف ايه والهبل ده كله. انا كل اللي حصل لي ان الكلاب قرفاني في حياتي. فنستنى اما يخلصوا بقى. اتفضل. عدى كتير كده. في نهايه الامر يا جدع حسيت ان انا تعبت نفسيا بجد، لان كلنا متفقين ان كلنا مرضى نفسيين، بس انا تعبت نفسيا بقى. بس التعب ده جه بفايدتي، ان انا بدات اشوف الامور على حقيقتها، بدات اشوف حاجات من المفروض ان انا اشوفها من بدري، بس انا كنت مشتت. واللي بكلمك عنه دلوقتي دي تراكمات بدات تزيد تدريجيا مع الوقت. طبعا ما كنتش واخد بالي منها، بس الازدياد اللي حصل فيها وصل للاخر للانفجار. المهم ده ابني مش وقته خالص، ومش هعرفك معايا اكتر من كده. نبذه حبيت اختصر لك الوضع ونبقى نتكلم فيه بعدين. المهم اللي انا بدات افوق من كل الشوائب دي، وبدات اللي انا ارجع احسن من الاول كمان ان شاء الله يعني. بس مش معنى كده ان انا تمام حاليا، لا لسه شويه، بس مع الوقت كله هيعدي وكله هيبقى تمام. لان المره دي انا مركز وعارف الاخطاء اللي وقعت فيها مش مجرد اخطاء وقعت فيها وخلصت ومش عارفها، لا انا عارفها ومركز لها، او عشان ابقى واضح اكتر بحاول ابقى فايق لها. وفي طريقي للعلاج النفسي كنت قاعد اقرا روايه كده، بس كانت روايه مثيره للجدل فعلا بقى يا جدع، مثيره للجدل. واخدت بالي فعلا ان الروايه ملقبه اصلا اكتر روايه مثيره للجدل في التاريخ العربي، او في تاريخ الادب العربي اصلا بقى. ومش تاريخ الادب العربي بس، ده في العالم كله يعني. ما كانتش فكره جات لي لما قريتها، لا ده هو طلع ده لقب عليها اصلا. فاول كام ساعه وانا بقرا الروايه انا اتهمت الروايه دي بالكفر وش كده على طول، بس ما كنتش عارف اوقفها في نفس الوقت. انا عايز اكمل، وكل لما اكمل فيها الاقي نفسي بتراجع عن فكره ان انا كفرت الروايه، واقعد اقول لنفسي لا ده الكاتب ده عبقري، مش ممكن، ازاي اللي بيحصل ده. بس اول ما وصلت لاخر الروايه اكتشفت انه عبقري بجد، وكمان كاتب الروايه واخد جايزه نوبل كمان بسبب اللي بيعمله ده. وكفايه فضول الروايه، روايه اولاد حارتنا لنجيب محفوظ. بس الغريب بقى في الموضوع ان طول الفتره اللي انا كنت قاعد اقرا الروايه فيها، انا حرفيا مع كل سطر بقراه شايف نفسي وانا قاعد بتناقش فيها معاكم وبحكيها لكم، وبحاول اشوف ردة فعلكم زي ما بحاول اشوفها دايما، وبحاول افهم دماغكم ماشيه ازاي، كومنتات او في نهايه الفيديوهات عموما، او ردة فعل الفيديو معاكم عامل ازاي. فكره بقى ان الروايه دي كانت بتحكي عن حاره، كانت حاره في وسط صحراء، وفي نهايه الحاره دي او على طرف الحاره في بيت كبير جدا اللي عامله واحد اسمه جبلاوي. تحس ان البيت ده معمول عشان يتحدى اي خوف او اي مخاطر او اي شيء غلط ممكن يحصل، من قطاع طرق بقى ومن الكلام ده كله. سور البيت كان كبير قوي وواخد مساحة مرعبة، مساحة واسعة جدا. النص الغربي بتاع البيت كان عبارة عن حديقة كبيرة، والنص الشرقي كان عبارة عن بيت متكون من 3 أدوار. وفي يوم من الأيام صاحب البيت طلب من أولاده إن هم يتجمعوا في الجنينة، وفعلا الأولاد كلهم جم. إدريس وعباس ورضوان وجليل وأدهم، كلهم لابسين الجلاليب الحرير وبتاع، ووقفوا كلهم. كانوا واقفين من احترامهم ليه أو من حبهم ليه أو من خوفهم منه، ما كانوش بيبصوا له أصلا غير بطرف عينيهم كده من غير ما هو يحس إن هم بصوا عليه. بعد كده قال لهم اقعدوا، قعدوا على الكراسي كلهم، وهو بدأ يبص لهم بصات غريبة كده كلهم. وبعد كده خد بعضه وقف قدام باب البيت الكبير، وفضل يبص على الجنينة اللي كلها شجر جميز وتفاح وفيها نخل كتير، كانت جميلة جدا. وفي وسط الصمت ده كله ما تسمعش غير صوت العصافير اللي حوالين الجنينة كده. الدنيا هادية لدرجة ان الاخوات اللي قاعدين افتكروا ان ابوهم نسيهم ولا حاجة من كتر ما هو كان سرحان في جمال الجنينة. هم اصلا كانوا شايفينه شيء فوق البشر، جاي من كوكب تاني، من شكله، طريقته، هيبته، كل شيء. وبقى بينهم ومن بعض عينيهم بتقول ان اكيد في حاجة خطيرة
اللي تخليه يجمعهم بالشكل ده. واللي كان راقبهم اكتر ان هو جبار في البيت زي ما جبار بره البيت، ما بيفرقش. ومره واحده الجبلاوي قام باصص ناحيتهم من غير ما يحرك مكانه، وقال بصوت خشن وعميق في نفس الوقت: اعتقد ان من الافضل ان حد غيري يدير الوقف ده اللي هو المكان اللي بتاع التجار وبتاع كل حاجه بقى، هنعرفه بعدين. بعد كده فضل يبص في وشوشهم، بس وشوشهم ما بتقولش اي رد، لان اداره الوقف مش شيء يغري حد عايش في الجمال والحلاوه واللي هم عايشين فيه ده، فراغ بقى والدنيا جميله، كل حاجه نفسهم فيها بيعملوها. غير ان ادريس هو الاخ الكبير اصلا، فطبيعي ان هو المرشح المناسب للمنصب، ما فيهاش نقاش يعني. فمحدش رد عليه او حد اتكلم وكله قاعد ساكت. وادريس كان بيقول لنفسه: ده عبء كبير عليا، الاوراق والعقود والاحجار دي كتير جدا، والناس اللي مأجرين بقى وقرفهم. فبقى متعصب من جواه كده ومتضايق ان هو اللي هيشيل الليله. وفي اللحظه دي الجبلاوي اللي هو ابوهم قام قايل: انا اختياري وقع على اخوكم ادهم، هو اللي هيدير الوقف بس تحت اشرافي. طبعا وشوش الاخوات كلها اندهشت، اللي هو ازاي، والانفعالات بنت عليهم. ادهم الوحيد اللي غض بصره كده كان مكسوف من القرار، او مكسوف ان الجبلاوي اختاروه هو. والجبلاوي كمل من غير حتى ما يشوف ردة فعلهم، قال لهم: انا جمعتكم عشان كده. اللحظه دي كان في غضب زياده عن اللزوم جوه ادريس، شكله من بره اصلا بقى عامل زي السكرانين من كتر ما بيقاوم اللي حصل جواه والتفكير اللي جواه. واخواته كلهم كانوا بيبصوا له بحرج كده وبيداروا نظراتهم منه، يعني مكسوفين من اللي حصل. ما عدا ادهم طبعا ما كانش فارق معاه. وفجاه ادريس اتكلم، بس اتكلم بصوت هادي، يعني تحسوا ان هو مكسوف او حاجه زي كده، لدرجه ان الصوت تحسه مش طالع منه هو. وقال له: بس يا ابويا. فابوه قطعه على طول وقال له: بس احنا لسه هنقول بس. فكل الاخوات قاموا باصين تحت في الارض، خافوا ان ابوهم اصلا يعرف هم بيفكروا في ايه. الا ادريس هو اللي راح شد حيله كده وقال له: بس انا الاخ الاكبر. فرد عليه الجبلاوي وهو متضايق شويه، اللي هو: انت ازاي بتكلمني اصلا؟ وقال له: اكيد انا عارف ده، ما انا اللي خلفتك. فرد عليه ابليس وهو بدا يزيد الغضب بتاعه بقى، وقال له: الاخ الكبير ليه حقوق، ما بتتاكلش كده الا لما يكون في سبب. ساعتها الجبلاوي بص له بصه طويله كده كانه بيدمره نفسيا بالبصه دي، وراح قايل مره واحده: انا باكد لكم ان امراه اختياري، واختياري ده في مصلحه الجميع. ادريس خد الجمله دي كانها قلم على وشه. هو عارف انه ما يقدرش يناكف ابوه اكتر من كده، وعارف ان في عواقب ممكن تحصل لو قال جمله زياده، بس الغضب اللي جواه ما ادالوش فرصه ان هو يقيم الموقف او يقيم العواقب اللي ممكن تحصل له. فقام من مكانه واتحرك لدرجه ان هو كان هيلزق في ادهم اخوه، وبدا يبص لاخوه باحتقار قوي من فوق لتحت، وقام مطرطش الكلام في وش ادهم وقايل: اللي انا اعرفه اللي انا واخواتي ولاد هانم، انما ده، وقام مشاور على ادهم، ده ابن جاريه سودا. ادهم طبعا اتضايق من اللي اتقال ده، بس ما اتحركش من مكانه ولا حرك وشه ولا بص لادريس حتى. في اللحظه دي الجبلاوي قام رافع ايديه لفوق وقال له: اتأدب يا ادريس. بس ادريس كان غضبان على الاخر ومش فارق مع حد، وخلاص بقى الجنونه مسكته، وقام مكمل وقايل: وهو اصغر واحد فينا اصلا، فقول لي على سبب واحد يخلي زماننا ده زمن الخدام والعبيد. قال له: اقطع لسانك عشان ترحم نفسك يا جاهل. فادريس قال له: لا، ده انا اقطع راسي بقى احسن من المهانه اللي احنا فيها دي. ساعتها رضوان اخوهم رفع راسه بالراحه كده وقال بكل ادب: احنا كلنا ولادك، ومن حقنا نحزن ونتضايق لو رضاك عننا راح، والامر ليك على كل حال، بس الغايه معانا بس ان احنا عايزين نعرف السبب. ساعتها الجبلاوي عدل جسمه كده ناحيه رضوان بدل ما كان باصص لادريس، وقال: ادهم اكتر واحد عارف الناس اللي بتأجر، ويعرف معظمهم باسمائهم كمان، غير ان هو عنده علم الكتابه وعنده علم الحساب. ساعتها ادريس اتخض كده واخواته كمان اتخضوا، اللي هو من امتى علم كتابه وعلم حساب تبقى ميزه تتفضل كده وتخلي الانسان شيء رائع يعني؟ ايوه، يعني ادهم كانت بتخليه يقرا ويكتب عشان هي مجرد فلاحه في دنيا الفتونه، وقالت اهو ده ينفع ابني ويميزه. ساعتها ادريس قام سائل بس هو جايب اخره بقى، وقال لجبلاوي: هي دي الاسباب اللي هتخليني اعدي المذله اللي انت حطيتني فيها؟ فجبلاوي قال له: ده رايي ودي الاراده بتاعتي، وانت عليك السمع والطاعه وبس. وقام لافف جسمه مره واحده الجبلاوي للشباب كلها او لاولاده كلهم وقال لهم: وانتوا ايه رايكم بقى؟ فعباس ما استحملش نظره ابوه ليه اصلا وقال وهو خايف: سمعا وطاعه طبعا. وجليل قال له: امرك يا ابويا طبعا. ورضوان وهو بيبلع ريقه اصلا قال له: على العين والراس يا ابويا، ما نقدرش نتكلم. في اللحظه دي ادريس قام ضحك ضحكه عاليه جدا وقال لهم: يا جبنه، انا ما توقعتش منكم غير قله القيمه اللي انتوا فيها دي، وبالجبن اللي انتوا فيه ده ابن الجاريه السودا دي هيتحكم فيكم. ساعتها الجبلاوي رد عليه، بس باين عليه ان الغضب هيبدا بقى، وقال له: ادريس. بس كان الغضب مسك ادريس خلاص وما بقاش فارق معاه، وقال له: انت الابوه بتهون عليك عادي، انت اتولدت في توه جبار، فعايز تفضل عايش في توه جبار وتخلي الفتوان علينا احنا كمان. ساعتها الجبلاوي قرب منه وكان باين ان الشر في عينيه وقال له: اقطع لسانك.
بس ادريس كمل الصياح اللي هو فيه وقال له انت مش هتخوفني، انت عارف ان انا ما بخافش، وانت عايز ترفع ابن الجري علينا، فانا مش هسمعك لحن السمع والطاعه يا بابا. قال له انت مش عارف عواقب التحدي الملعون اللي انت بتتحدوني ده. قال له الملعون بجد هو ابن الجاريه. ساعتها الجبلاوي صوته عالي شويه وقال له الجاريه دي تبقى مراتي يا حيوان، فتأدب والا هسويك بالارض. ساعتها الاخوات كلهم بما فيهم ادهم بقوا مفزوعين عشان عارفين ان ابوهم لو غضب التوابع اللي ممكن تحصل. بس ادريس برضو كان خلاص وصل لمراحل غضب مرعبه لدرجه ان هو ما بقاش مدرك كميه الخطر اللي هو داخل عليه بسبب اللي بيعمله والجنان والهبل اللي هو فيه ده. فقال له انا عارف انك بتكرهني، بس بتكرهني بدون سبب. مش ممكن تكون الجاريه مراتك هي اللي خلتك تكرهني؟ سيد الخلاء كله وصاحب الاوقاف والفتوه الجبار الرهيب، جاريه عرفت تلعب في دماغه. اكيد كلها فتره والناس كلها هتتكلم عن اللي انت عملته ده وعن الجاريه اللي خلتك تسمع كلامها. قال له قلت لك اقطع لسانك يا ملعون. قال له ما تسبنيش عشان خاطر ادهم، وقرارك الغريب اللي انت عملته ده هيخلينا البنا على كل لسان، وكل الحواري هتتكلم عنك بعد اللي انت عملته ده. ساعتها الجبلاوي بدأ يصيح بقى وبيتكلم بصوت عالي وقال له غور من وشي دلوقتي، مش عايز اشوفك. ادريس رد عليه وقال له لا، ده بيتي والبيت ده فيه امي وهي ست البيت ده بدون اي منازع. وقام باصص لادهم بصه خبيثه كده. الجبلاوي قال له ما انت مش هتتشاف في البيت ده تاني للابد كمان. ووش الجبلاوي قفل وجسمه نشف وكل اقتنع خلاص ان ادريس ده انتهى. ان هم ياما شافوا الجبلاوي لما بيغضب وبيلعن حد بيختفي ما بيظهرش تاني. حتى ادريس وهو واقف وعارف ان محدش يفوقه في القوه عارف ان هو انتهى خلاص. وجبلاوي قدم خطوتين ناحيه ادريس كده وقال له انت مش ابني ولا انا ابوك، والبيت ده مش بيتك وملكش ام فيه ولا ليك اخ فيه ولا ليك تابع فيه. بره البيت الارض واسعه، عيش فيها بغضبي وبلعنتي عليك، والايام هتعلمك انت حجمك قد ايه. طول ما انت ماشي في الدنيا ومحروم من عطفي ورحمتي هتتعلم حجمك الحقيقي. فادريس قام ضارب الارض برجله كده وقام قايل ده بيتي وانا عمري ما هسيبه. في اللحظه دي الجبلاوي قام قرب منه وقام ماسكه وقام مجرجر، وادريس بدا يرجع وخايف كده بس هو مش قادر يفلت من ايد ابوه. وفضل يسحبه لحد ما وصل للباب بتاع السلاملك وقام سحبه على السلم ودخل بيه ممر كده مليان شجر والارض بتاعته كلها ورد لحد ما وصل للباب الكبير وقام فاتح الباب ورميه بره وقام قافل الباب وقام قايل بصوت عالي يعتبر البيت كله سمعه وقال يا ويله من يسمح له انه يرجع البيت تاني او يساعده على كده حتى. وقام رافع راسه ناحيه الشبابيك اللي فيها الحريم وقام قايل بصوت عالي وتبقى طلقه بالتلاته اللي هتفكر تكسر كلامي. ومن اليوم الكئيب ده يا جدع وادهم كل يوم الصبح يروح المكتب الكبير اللي على يمين الباب الكبير ويقعد هناك عشان يدير الوقف ويقابل المستأجرين بتاعت المكان. كان شغال بجد وشغال بضمير، كان بيحصل دايما الأجور بتاعت المستأجرين ويوزع نصيب لكل المستحقين نصيب وبيقدم الحساب لأبوه في الآخر. وكان بيعامل المستأجرين دايما بلباقة وبسياسة في نفس الوقت. فمهما كان المستأجر ده مشاكس شوية أو بيعمل حركات كان مع أدهم بيحترم نفسه. وكانت الشروط بتاعت الوقف ده سر محدش يعرفه غير الأب. فإحساس إن هو اختار أدهم لفكرة الإدارة وكده خلى الباقي كله يخاف إن الوصية ممكن تبقى الأدهم كلها، رغم ان الاب ما كانش باين عليه نهائي اي تحيز في المعامله مع ادهم او اخواته. بيعامل الكل صح، مفيش حد اقل من حد ولا حد ازيد من حد. وعاش الاخوات في احترام وادب، ده كله بسبب ابوهم وبسبب العداله بتاعته. حتى ادريس رغم كل الهبل اللي عمله ده ورغم قوته المعروفه وجماله المعروف عمره ما سأل حد في اخواته قبل كده. كان شاب طيب محترم اخواته كلهم بيحبوه، رغم ان الاخوات الاربعه تحس ان هم شايلين جواهم كده فرق بسيط لادهم من هم ولاد هانم وهو ابن جاريه، بس ولا واحد فيهم طلع ده في العلن ولا حتى عمل اشاره او سلوك تبين ده. وادهم كان اكتر واحد عنده احساس ومتفاهم جدا الفرق اللي ما بينهم، وكان بيقارن جدا ما بينه وما بين نفسه لونه القمحاوي او الاسمر وما بين لونهم المنور الجميل ده. كان بيقارن جدا بين قوتهم وبين رقتهم، بين السمو بتاع امهاتهم وبين وضاعة امه. ممكن يكون كان بيعاني من ده كمان بس عمره ما ظهر ده. بس جوه البيت اللي ابوه حكمه وبسبب حكمة ابوه عمر ما الشعور السيء ده مسكه، فاتولد صافي تقي وعقله مرتب. وفي مرة أدهم قال لأمه قبل ما يروح لإدارة الوقف الصبح يعني أنا عايز بركاتك يا أمي، الشغل اللي أبويا مسكوني هو مجرد امتحان شديد ليا وليك. فأمه قالت له روح يا ابني أنا راضي عنك وإن شاء الله التوفيق هيفضل ماشي وراك في كل حتة، أنت ولد طيب والطيبين لهم نصيب. وأدهم خد بعضه ومشي راح لمكتبه، وفي الطريق طبعا في عيون كتير جوه البيت بتبص عليه بس محدش شايفها. وقعد على مكتبه وبدأ شغله، وشغله ده كان أكتر عمل خطر إنساني، عمل إنساني خطر ممكن تشتغله في الصحراء اللي حواليك دي. هو
هو قاعد ما بين المقطم وما بين مصر القديمة وهو في النص. بس ادهم خد شعار كده في حياته، الامانة، وكان بيسجل كل مليم في الدفاتر، ودي كانت اول مرة في تاريخ الوقف. وكان بيسلم اخواته المرتبات بتاعتهم في كل احترام وادب، بعد كده يروح لابوه بالحصيلة النهائية بتاعت الفلوس. وفي يوم ابوه سأله قال له ايه رأيك في الشغل يا ادهم، ايه تمام؟ فادهم رد عليه بكل احترام وقال له ما دام حضرتك اللي شغلتني الشغلانة دي فطبيعي ان هي اعظم شغلانة في التاريخ. والجبلاوي اتبسط جدا من كلامه. وادهم كان بيحب يقعد مع ابوه جدا، وكان لما يبقى قاعد معاه دايما بيبص له بصات الحب والاعجاب دي دايما. وكان بيبقى مبسوط جدا لما ابوهم بيحكي له حكايات الزمن الاول والمغامرات بتاعت الفتوات والشباب وكده. ولما كان بيحكي لهم ازاي كان بينزل اي مكان بالنبوت بتاعه وكمية الرعب والخوف او كمية القوة اللي هو كان فيها. وبعد طبعا ما ادريس اتطرد، فضل عباس ورضوان وجليل على نفس العدد بتاعتهم، وان هم بيجتمعوا فوق البيت ياكلوا ويشربوا ويهزروا. بس ادهم ما كانش بيحب يقعد القعده دي، كان دايما بيحب يقعد في الجنينه تحت. كان يعتبر بيعشق الجنينه وبيعشق الناي، كان دايما بيعزف بالناي. والعاده دي كانت ملازماه حتى بعد الشغل، برضه ملازماه العاده دي ان هو يروح يقعد في الجنينه ويعزف الناي. كان عنده مكان كده بيروح يقعد فيه، يفرش على الارض ويقعد يسند على جذع الشجره بتاعت النخله، يقعد فيه ويسند على النخله. وكان يقعد يعزف بالناي ويسمع العصافير حواليه ويتابع اليمام بعينيه. كان دايما بيحب يفضل باصص للسماء وبيسرح فيها من جمالها. وفي مره عدى عليه اخوه رضوان، وكان ادهم بالحاله اللي انا حكيت لك عليها دي. فقال له هو بيتمسخر عليه كده، قال ليك انت مضيع الوقت كده في اداره الوقفه بتاعتنا. فادهم رد عليه وهو بيضحك وقال له لولا اللي انا خايف من غضب ابوك كنت هشتكي. فراح رضوان قال له والله احنا نحمد ربنا على الفراغ اللي احنا فيه. فادهم قال له يا عم اتبسطوا يا عم بيه. فرضوان ساله سؤال كده خبيث شويه، قال له ما نفسكش ترجع زينا؟ قال له لا يا عم، انا عاجبني الجنينه وعاجبني الناي وعاجبني اللي انا فيه. فرضوان قال له كده زي ما يكون زعلان، قال له ادريس كان نفسه يشتغل الشغلانه دي. فادهم رد عليه بس من غير ما يبص له، قال له ادريس ما كانش عنده وقت انه يشتغل، بس في اعتبارات تانية هي اللي خلته يزعل. انما لو هنتكلم على السعاده الحقيقيه فهي في الجنينه هنا هتلاقيها. رضوان سابه ومشي. اول ما مشي ادهم قال لنفسه الجنينه السكان بتاعها اللي بيغردوا والميه والسما نفس النشوه دي، هي دي الحياه. حس ان انا بدور على شيء، وحس ان الناي هو اللي بيرد عليا. بس عندي سؤال عمر ما جالي اجابه ليه، او العصفوره دي اتكلمت باللغه اللي انا بتكلم بيها، هل هتشفي قلبي تعرفني حاجات مش عارفها؟ حتى النجوم اللي في السماء ليها كلام بس انا مش فاهمه. انما تحصيل الايجار اللي انا بعمله ده فده انا شاذ في وسط الجمال اللي انا فيه. وقف ادهم على حيله وكان بيبص على الخيال بتاعه اللي ممدود قدامه، لقى في خيال تاني كانه جاي من ورا. فلف ورا بسرعه يشوف ايه الخيال ده، فلقى بنت سمرة كده، بس اول ما شافته بدات ترجع. فشاور لها بايديه كده ان هي تقف، فضل يبص لها وبعدين سالها بهدوء كده ولا هو مين انتي؟ فجاوبت عليه بس وهي عارف خايفه كده، قالت له انا اسمي اميمه. واول ما سمع اسمها جوه دماغه قال انا فاكر الاسم ده، هو الجاريه وكانت قريبه من امي كمان، واعتقد واخده نفس الوضع اللي كانت امه عليه قبل ما تتجوز ابوه. وعقله مال ان هو يسالها اكتر، فقال لها هو انت اللي جايبك الجنينه؟ فقالت له هي زي ما تكون بتتاسف كده، قالت له انا كنت فاكراها فاضيه. قال لها بس ده محرم عليكم انكم تيجوا الجنينه. فقالت بصوت واطي كده يعني تتسمع بالعافيه، قالت له انا غلط يا سيدي، انا اسفه. شفت يا سيدي دي ايام فتوات بقى، ما كانش فيه يا باشا بيه يا معلمي، كانش فيه الكلام ده بقى نعديها. وفضلت ترجع لورا بالراحه كده لحد ما اختفت من نظره. بعد كده ادهم سمع صوتها وهي بتجري كانها بتستخبى بسرعه، وهو قال لنفسه كده بصراحه البنت اموره جدا ما شاء الله عليها. وكمان بدا يتخيل شكلها تاني، تخيل شفايفها، جسمها، شكلها، عينيها، بظلمتها، حاجات كده. وقام قايل لنفسه انا اخواتي كلهم متجوزين، مفيش غير ادريس المتكبر بتاعنا ده اللي ما اتجوز. واحلى حاجه ان لونها نفس لوني، واكيد ابويا مش هيتضايق من اختياري ده، لانه لو هيتضايق طب ازاي يتجوز امي؟ ما امي كانت جاريه برضه. ورجع ادهم لشغل الوقف تاني، بس كان في بقى ايه سحر كده جوه، عارف، شاف المزه بقى. وراجع الحساب اكتر من مره بسبب ان عقله مشغول بالشكل اللي شافه او باميمه. وده طبيعي مش غريب ان هو اول مره يشوف اميمه، لان الحريم في البيت زيها زي اعضاء الانسان الباطنيه، صاحبها عارف ان هي موجوده وعارف ان هي شغاله بس عمره ما بيشوفها. وفضل ادهم سرحان في خيالاته الجميله دي لحد ما جه صوت من بعيد فصلوا عن الواقع او فصلوا عن خيالاته. صوت بيصيح بصوت عالي جدا، صوت عالي جدا وعمال يصيح انا هنا يا جبلاوي، انا في الخلا، انا بلعنكم كلكم يا جبلاوي، اللعن على راسكم ستات ورجاله، يلا وبتحدى اي حد مش عاجبه كلامي. سامعني يا جبلاوي؟ سامعني ولا مش سامعني؟ ترد يا جبلاوي. في اللحظه دي ادهم
ترجم على طول ان ادريس اللي بيتكلم، فخارج بسرعه عايز يشوف اللي بيحصل. لا رضوان جاي عليه اخوه وبقول له الحق ادريس سكران، انا شفته من الشباك وهو ماشي سكران كده في الشارع وجاي، انا ما اعرفش بيتنا ده فضايح ايه اللي مستنياه. ادهم قال له بصراحه انا قلبي بيتقطع عليه بس مش عارف اعمل ايه. ورضوان قال له طب العمل ايه، دي كارثه دلوقتي اللي بيحصل ده. فادهم قال له طب انت شايف يا اخويا، مش شايف اللي احنا نروح نكلم ابونا في اللي بيحصل ده؟ فرضوان قال له ابوك ما بيرجعش في قرار خده، واعتقد ان اللي ادريس بيعمله ده هيضاعف غضب ابويا كمان عليه. فادهم قال له طب يعني ربنا يغنينا من الحزن اللي احنا فيه ده. فرضوان قال له طب ايه، الستات دلوقتي قاعده عماله تعيط على اللي بيحصل ده، وعباس وجليل معتكفين في اوضهم، وابونا قاعد في الاوضه بتاعته ومحدش يجرؤ ان هو يقرب منه دلوقتي. فادهم بدا يسال وهو قلقان بقى اللي هو طب احنا المفروض نعمل ايه. قال له طب انت شايف ايه يعني يا اخويا، نعمل ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ قال له اعتقد ان كل واحد فينا عايز السلامه لنفسه، غير ان ولا واحد فينا هيجازف بمركزه لو انطبقت السما على الارض، انما كرامه بيتنا تتمرمغ في التراب دلوقتي، وادريس هو اللي بيمرمغها. ادهم قال له طب امال جيت لي ليه؟ بين يوم وليله بقى ادهم هو اللي بتيجوا عشان يحل المشاكل؟ وادهم كمل وقال له انا بريء من اللي بيحصل ده، بس العيشه مش هتبقى عيشه لو الواحد فضل ساكت على اللي بيحصل ده. فرضوان قال له هو سايبه وماشي اصلا، انت عندك اسباب عشان تعمل اللي هتعمله، ماليش دعوه. وفضل ادهم واقف مكانه وعمال يردد الكلمه انت ليك اسبابك. ايوه يعني انا متهم من غير اي ذنب اعمله، زي القله اللي تقع على الارض تتكسر عشان شويه هوا هو اللي وقعها، هي مالهاش ذنب. وكل لما حد يبقى زعلان على ادريس يروح لاعن في ادهم. ساعتها ادهم راح عند الباب وقام فتحه بالراحه كده، فشاف ادريس مش بعيد قوي عن الباب وعمال يلف حوالين نفسه كده وسكران وعمال يتطوح، وكان لابس الجلابيه مقطعه كده وشعر صدره طالع منها. بس وهو سكران وبيتطوح كده عينه لمحت ادهم وكانه قط شاف فار وبيجري عليه، وقام جاري عليه على طول، بس عشان سكران قام واقع على الارض، قام ماسك شويه تراب وقام حادفهم على ادهم جم في صدره كده على الجلابيه بتاعته. فادهم قال له اخويا. فادريس اتكلم برضه بزمجره كده وهو مرمي على الارض وقال له اخرس يا كلب يا ابن الكلب، ولا انت اخويا ولا ابوك ابويا، ولو قلت كلمه زي دي تاني هكسر البيت ده كله فوق دماغكم. فادهم قال له هو خايف منه اصلا، قال له لا انت اكرم واحد في البيت ده وانت اعظم واحد فينا. فلا ادريس بيضحك ضحكه استهزاء كده وقال له انت جاي ليه يا ابن الجاريه، ارجع لامك وخليها تنزل البدروم بتاع الخدام. فادهم رد عليه بكل هدوء برضه وقال له بلاش تستسلم للغضب اللي انت فيه، ما تقفلش البيبان للناس اللي عايزه تساعدك. فادريس وهو نايم على الارض برضه مشوح بيه كده وقال له فلوسي فين، فلوسي فين يا ولاد الجدع. لا هو قال له ملعون البيت يا جدع، ملعون البيت اللي ما فيهوش غير جبنه، انا عمري ما هرجع بيت انت فيه ريس، بس قول لابوك انا عايش في الخلا اللي هو جه منه، وان انا بقيت قاطع طريق زي ما هو كان، وكمان بقيت عربيد، كل مكان هروح فيه اقلبه فساد وهيشاوروا عليا ويقولوا ابن الجبلاوي اهو، مش انتوا فاكرين نفسكم ساده، انا همرمغكم في التراب وهخلي سمعتكم زي الزفت. ادهم كلمه كانه بيتوسل له كده، انه بيتحايل عليه وقال له فوق يا اخويا، حاسب نفسك على كل كلمه بتقولها عشان هتتلم عليها، الطريق مش مسدود في وشك، انت اللي بتسده بايديك دلوقتي، وانا بوعدك ان كل شيء هيرجع طبيعي ويرجع لاصله. ساعتها ادريس بدا يقوم كده وهو بيتطوح ومش قادر وعمال يقرب من ادهم وقال له بقوه ايه بتديني وعود يا ابن الجاريه؟ فقال له بقوه الاخوه يا اخويا. فادريس قال له او اخوه، ده انا رميتها في اول كنيف شفته. فادهم قال له على فكره انا ما سمعتش منك قبل كده غير كل جميل. قال له ما ابوك خلانا ننطق بالحق. فادهم قال له انا ما احبش اشوفك على الحال ده ولا الناس تشوفك على الحال ده. فادريس قام مديله الضحكه المعربده وقال له هيشوفوني اسوأ من كده كمان، العار والفضيحه والذنوب كلها هتحل بيكوا وهتبقى على ايدي وبس، مش ابوك طردني يستحمل العواقب بقى. وقام رامي نفسه على ادهم كانه بيهجم عليه. ساعتها ادهم قام راجع خطوه لورا والتاني اتطوح في الهواء. ساعتها ادهم فهم ان ملهاش لازمه بقى، قام داخل وقام قافل الباب على طول. اول ما قفل الباب ادهم كان حزين جدا وصياح ادريس لسه عالي برضه، وساعتها قام واخد بعضه وداخل جوه البيت. اول ما دخل البيت لقى الجبلاوي معدي كده، فقام قرب منه وقال له السلام عليكم يا ابويا. ساعتها الجبلاوي فضل ساكت وباصص له كده كانه بيفحصه بعينيه، قال له قول انت جاي ليه. فادهم قال له بصوت هادي كده، قال له ادريس اخويا. هو ما كملش الجمله ولقى الجبلاوي بيقول له ما تقولش الاسم ده قدامي، وقام سابه وقام ماشي. وهو ماشي قال له ارجع شوف شغلك. وعدى الايام والليالي في الخلا اللي بره البيت الكبير، وادريس ماشي فيه بشقاوه بقى، كل يوم يعمل بلوه ازيد من اللي بعدها. وكان دايما يعدي ناحيه البيت ويقعد يسب ويشتم ويقول حبه كده كومبو بتاعه وياخد بعضه ويمشي. وكان اوقات يجي عند باب البيت ويقلع ملط زي مامه والدته ويقعد يغني اغاني كلها قله ادب. وكان بيمشي في اي اماكن حوالين البيت، الاحياء القرى والحاجات دي، وكان يبص للناس كلها، عارف اللي هي نظرات بقى هجوم بقى، يا زميلي في حاجه كده، عارف
بلطجي ماشي، وكان بيتحرش بأي حد يشوفه معدي، والناس كلها كانت بتحاول تتحاشاه كده، وعمالين يتهمسوا مع بعض يقول لك ده ابن الجبلاوي، يا نهار اسود ده ابن الجبلاوي، وهكذا. وما كانش شايل هم اكله وشربه، لانه هو كان بيمد ايديه في اي حاجه يشوفها ياكلها غصب عن صاحبها. كان ياكل كل اللي هو نفسه فيه ويمشي ولا يشكر ولا يحاسب، والذكر يتكلم. وكان كل ما يشوف خمارة أو حاجة زي كده يدخل يسكر لحد ما يبقى طينة، ويبدأ يقول أسرار البيت كمان، ويقول بقى التقاليد بتاعتهم وكل حاجة بتحصل في البيت. وكان دايما ينهي يومه بخناقة، لازم يتخانق مع حد ويقعد يضرب فيه. وبدأ يتشهر في كل مكان حرفيا باللي هو بيعمله ده، وبدأت الناس تستسلم إن إدريس ده مصيبة من مصايب الزمن عليهم ولازم يستحملوه. وطبعا بيته خد ما يكفيه يعني من الغم ومن الهم بسبب الأفعال. والحزن زاد على أم إدريس لدرجة إن هي اتشلت، وبعد كده توفاها الله. الحزن بدأ يمسك البيت والعيلة زي خيط العنكبوت بالظبط. الاخوات اللي كانوا بيقعدوا فوق السطح دايما ويضحكوا ويهزروا ما بقوش يقعدوا. الناي اللي كان ادهم بيعزفوا دايما في الجنينه ما بقاش يعزفوا، لحد اما في يوم من الايام حصل ثوره جديده في البيت، ولقوا الجبلاوي صوته عالي وبيزعق لجاريه من الجواري وبيلعنها وبيطردها من البيت، لانه عرف ان هي كانت حامل من ادريس قبل ما يسيب البيت ويمشي. وفعلا نرجس الخدامه اللي طردها خرجت من البيت وهي عماله تلطم وتصوت مش عارفه تروح فين، لحد اما في يوم من الايام ادريس لقاها وبقى واخدها في طريقه وهي كمان. والحياه بدات ترجع في البيت لمجراها الطبيعي، زي السكان لما بيرجعوا لمنطقتهم بعد زلزال كبير حصل. عباس ورضوان وجليل رجعوا يقعدوا فوق السطوح تاني ويهزروا ويضحكوا، وادهم رجع يسهر في الجنينه تاني ويعزف الناي. وبقت اميمه دي في دماغه دايما وعلى طول فاكر خيالها اللي شافه، لحد ما قام واخد بعضه ورايح لامه وهي قاعده بتطرس في الشال كده، وقال لها على موضوع اميمه، ولا هي قريبتك ولا هي شغاله ايه بالظبط. فوالدته اتبسطت كده ما عرفتش تخبي انبساطها اصلا، وقالت له يا ادهم يا بنت طيبه جدا، وهي صالحه ليك زي ما انت هتكون صالح ليها، وبمشيئه المولى هتسعدوا بعض ان شاء الله يعني. بقيت له انا هكلم ابوك في الموضوع، ممكن اشوف ولادك قبل ما اموت ولا حاجه. وفعلا بعد فتره ادهم لقى الجبلاوي بيندهه، ولما راح له لقى الجبلاوي بيبتسم ابتسامه لطيفه كده، لدرجه ان ادهم قال من جواه مفيش شيء يعادل شده ابويا غير رحمته. والجبلاوي قال لادهم اهو انت بتطلب تتجوز، الزمن بيجري ولا ايه؟ والبيت ده مفهوش مساكين، فكرة انك اخترت اميمة فانت بتكرم امك، ممكن انت تنجب الذرية الصالحة. ادريس وضاع، عباس وجليل ام عقمة اصلا، ورضوان عمره ما عاش له ابن لحد اليوم ده، وكلهم ما ورثوش عني غير كبريائي. فامل البيت ده في ذريتك انت، والا عمري كله راح هبا وراح على الفاضي. وفعلا يا جدع الزفة بتاعت ادهم كانت زفة الحي كله ما شافهاش قبل كده ولا عمره شاف زيها، ولحد اليوم ده الامثال بتتضرب في حارتنا ذكرى للزفة اللي حصلت دي. الانوار مزروعة على الشجر كله في الاماكن كلها، وتعمل مكان كبير جدا للمغنيين والمغنيات ان هم يجوا فيه. الموائد بتاعت الاكل والشرب من جوه البيت لحد اخر الحواري كمان ممتدة. وبدأت زفة ادهم من نص الجمالية في نص الليل، وبقى ماشي فيها كل اللي بيحب الجبلاوي وكل اللي بيخاف منه وكل اللي بيحب حد واللي ما بيحبش حد، كله اتلم في الزفة. وادهم بقى كان لابس الجلابيه الحرير، وعباس لابس، ورضوان لابس، وكله تمام. كانوا واقفين كلهم صف، ورضوان هو بقى الرئيس بتاعهم او هو اللي واقف قدامهم، ويمينهم وشمالهم ناس ماسكين شموع، شكل جميل جدا. والموكب ده بقى كان قدامه مغنيين ورقصين، كله عمال يغني ويرقص. وبداوا يسمعوا صوت الناس المعجبين بالجبلاوي ومعجبين بادهم، والاصوات بقت عاليه لدرجه ان الحي كله صحي، والزغاريت بقت في كل مكان. والموكب مشي من اول الجبليه لحد ما وصل المبيضة، وكله بقى عمال يرحب بيهم، حتى الفتوات بتاعت الحارات كلها بتسلم عليهم، وكل الخمرات وزعت بوظة مجانا، لدرجة ان حتى الاطفال اللي هم المراهقين الصغيرين بقوا هم كمان سكرانين. وبقى كل ما يمشوا في مكان هدايا عمالة تجيلهم، هدايا 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 من كل الناس. وإذ فجأة إدريس ظهر قدامهم وكأنه مارد ظهر من وسط الضلمة. أول ما إدريس ظهر الكل وقف والصوت هدي، وبقى كله عمال يهمس باسم إدريس. حتى المغنيين لما شافوه من خوفهم منه حنجرتهم وقفت، المزامير سكتت، الطبول وقفت، كل شيء وقف. ومحدش هيقدر ان هو يبد ايده ولا يتكلم مع إدريس، لانه مهما كان ابن الجبلاوي. ولا إدريس قام عامل بالنبوت بتاعه بقى ملوح بيه كده، مشوح بيه، وقام قايل يا سلام يا سلام، الزفة دي لمين يا جبان منك له؟ كل طبعا ساكت، والكل قام باصص ناحية أدهم. فرجع إدريس اتكلم تاني وقال من امتى وابن الجارية وابولي صحاب؟ فرضوان طلع خطوة لقدام كده وقال له إدريس أحسن لك سيب الزفة تعدي وبطل مشاكل. فإدريس قام مزعق فيه وقال له رضوان انت آخر واحد تتكلم، انت أخ خاين وجبان بتذل نفسك عشان تعيش بكرامتك في وسط إخواتك. فرضوان قال له الناس ملهاش دعوة بخلافنا،
فإدريس قام ضحك بصوت عالي وقال له الناس عارفة الهبل اللي انتوا فيه، ولولا ان هم جوبنا من زمان كانت الزفة دي ما يبقاش فيها مزمار واحد. فرضوان قال له بقول لك ايه، ابوك مدينا اخوك عهد وامانة في الزفة ولازم نحافظ عليه، لم نفسك. فإدريس قام ضحك وقال له شفت انت بتدافع عن نفسك، بتذل في نفسك، مش بتدافع عن ابن الجارية. قال له اكبر يا إدريس، الحكمة ترجع بيتك، مش بالشكل ده هترجع بيتك. قال له انت كذاب وانت عارف انك كذاب. رد عليه رضوان وهو حزين، قال له انا مش هلومك في اللي يخصني، بس سيب الزفة تعدي وخلي السلام ما بيننا احسن. وكان رد ادريس على اخواته ان هو قام رافع النبوت بتاعه وبدا يضرب في كل حاجه ويوقع الورد على الارض ويكسر الاضاءه ويكسر الشموع ويوقعها وبيخرب الدنيا. ساعتها الاخوات كلهم لفوا حوالين ادهم كده وكانهم درع بيحميه، والناس بدات تجري في كل حته. فادريس اما شاف اخوات ادهم كلهم واقفين قدامه بيحموه قال لهم يا اندال يا جبنة بتدافعوا عن اللي بتكرهوه عشان خايفين الاكل بتاعكم ولا الشرب بتاعكم ينتهي. وقام واخد بعضه وهاجم عليهم وبدا ينزل بنبوته عليهم وهم بياخدوا الضرب وهم ساكتين ومحدش بيرد عليه. وفي لحظه لقى طريق كده يعرف يدخل لادهم منه، قام ناطط في نصهم كده عشان يدخل لادهم. ساعتها ادهم بدا ياخد وضعيه الدفاع عن نفسه بقى وقال له ادريس انا مش عدوك، ارجع عن اللي في دماغك. وقام ادريس رافع النبوت بتاعه، بس في لحظه رافع النبوت دي سمع صوت الجبلاوي وهو بيصيح، اتسمر مكانه حرفيا. ورضوان قال له ادريس ابوك جاي. مع الجمله دي ادريس كانه قطه يتنطط وقام عاضد على اسنانه وقام باصص من الناحيه اللي الجبلاوي جاي منها وقال له جاي لك حفيد قريب من الزنا. وقام واخد بعضه طيران وقام جاري في وسط الجماليه واختفى. ده كان الجبلاوي وصل عند عياله، وقف والعيون كلها بتبص عليه وبتبص على هيبته، وقام باصص حواليه كده وقام قايل بلغة أمر بقى كل حاجة ترجع زي ما كانت. مع الجملة دي الشمع اللي على الأرض بيترفع والورد بيترص تاني وكل حاجة بترجع زي ما كانت حرفيا. والمزامير اشتغلت والطبول بدأت والمغنين بدأوا يغنوا تاني والزفة رجعت زي ما كانت وبدأت تتحرك كمان. وسهروا في البيت الكبير لحد الصبح عمالين يغنوا ويرقصوا ومبسوطين. ولما أدهم دخل أوضته لقى أميمة واقفة كده في طرف الأوضة ولسه لابسة النقاب الأبيض بتاعها. وهو كان نوعا ما مخمور شوية مسطول، فقرب منها وهو بيحاول يقرب منها أصلا. وقام رافع النقاب وبص لوشها الجميل وقال لها كل الهموم تهون مادام انتي الختام بتاعها. وقام متطوع كده ومرمي على السرير ورايح في النوم. وأدهم لقى في أميمة سعادة ما شافهاش قبل كده، وبسبب إن هو بسيط كان بيقول إن هو سعيد بصوت عالي، كان بيسمعها الكلام ده وكان بيحكي لها أحواله كمان وحكاياته مع إخواته. وكان بعد كل صلاة بيرفع إيديه لربنا وكان بيحمد ربنا على المنن اللي جايه له وعن رضا أبوه ورضا أهله عنه. وكان بيختم الشكر دايما بإن هو بيحمد ربنا على مراته. وأميمة كانت زوجة واعية، كانت بتعامل جوزها كأنه ابنها، وكانت دايما بتحب حماتها تخدمها، وكانت بتنظف بيتها أو مكانها كأنه حتة من جسمها. وأدهم كان زوج ممتاز جدا وكان بيراعيها وبيحسن المعاملة بتاعتها. وكمان إدارة الوقف شغلته عن حبه للجنينة، لأن بقية اليوم كان مشغول بحب أميمة لدرجة إن هو بداها عن نفسه. وعدت الأيام الجميلة ورضوان وعباس وجليل إخواته برضه لسه بيسخروا منه شوية. ورجعت التساؤلات تاني لقلب أدهم وحس إن الزمن ما بيعديش في غمضة عين، وإن مادام في نهار بقى في ليل وده شيء بديهي، وإن الجنينة مش حاجة بتلهيه وما ينفعش إن هو يهجرها بالشكل ده. ومش معنى إن هو بيحب يقعد في الجنينة يبقى كده هو اتغير على أميمة ولا حاجة، فهي في قلبه وفي صميم قلبه عمره ما ينساها. بس الحياة عبارة عن أدوار والواحد ما بيعرفهاش في يوم وليلة. وبدأ يرجع يقعد عند الجنينة تاني ويبص للعصافير ويعزف الناي ويرجع للي بيحبه. وهو قاعد فجأة لقى أميمة جاية وبتقعد جنبه وبتقول له أنا بصيت من الشباك أشوف اللي أخرك فلقيتك قاعد في الجنينة، ليه ما نادتنيش أقعد معاك؟ قال لها أنا خفت أتعبك بس. قالت له تتعبني؟ أنا بقيت أحب الجنينة دي جدا، أنت مش فاكر إن أول مرة شفنا بعض كان في الجنينة هنا؟ وبدأت تأكد ليه إن هي بتحبه فعلا، وبدأوا يتكلموا عن مراتات رضوان وعباس وجليل وهكذا. بس فجأة صوتها اتغير وبقى ميل للعتاب شوية وقالت له أنت هتغيب عني يا أدهم. فضحك كده وقال لها إزاي أغيب عنك وأنت جوه قلبي؟ قالت له بس أنت ما بتسمعنيش. من جوه اتضايق كده اللي هو في عتاب ليه، بس هو كان حاسس إن أميمة جزء منه مش مجرد مراته. فقال لها وكأنه بيعتذر لها يعني أنا بحب الجنينة وما كانش في حياتي السابقة أحسن منها في حياتي، بحبها بأشجارها بميتها بعصافيرها، كل اللي فيها عرفتني زي ما أنا عارفها، وكنت حابب إنك تقاسميني حبها ده. لو بصيتي فوق هتشوفي السما من بين الغصون وهتفهم أنا أقصد إيه. فرفعت عينيها كده وقالت له هي جميلة فعلا وتستحق تبقى أحسن حاجة في حياتك. ساعتها فهم قصدها فقال لا هي أجمل ما في حياتي قبل ما أعرفك.
قالت له طب ودلوقتي؟ قال لها دلوقتي جمالها ما بيكملش من غيرك. قالت له طيب من حسن الحظ ان هي مش واخداك مننا قوي يعني. فادهم ضحك كده وقال لها بس بذمتك مش الجنايه دي نتكلم عليها احسن ما نتكلم عن مراتات اخواتي؟ فأميمة قالت له يا الازهار جميله بس مراتات اخواتك ما بيوقفوش كلام عليك. اداره الوقف، اداره الوقف، دايما بيتكلموا على اداره الوقف، بيتكلموا عن ثقه ابوك فيك وبيلتوا ويعجنوا في الكلام ده كتير. فادهم اتعدل كده وقال لها مفيش حاجه ناقصه. قالت له الحق عليا انا اللي خايفه عليك، انا خايفه انك تتحسد بس. ادهم بدا نوعا ما متعصب كده قال لها لعنه ربنا على الوقف يا ستي، تعبني وغير القلوب من ناحيتي وخد مني راحه البال، يغور في داهيه انا مش فارق معايا. ساعتها متحطه ايديها على ابوها قالت له تكفرش بالنعمه، اداره الوقف دي حاجه خطيره ومن وراها منفعه ما تخطرش على البال. قال لها منفعه ايه؟ ما جرتش ورايا لحد دلوقتي غير المتاعب، ولا انت ناسيه البلوه بتاعت ادريس اللي حصلت؟ قالت له انا شايفاك بدات تبقى حزين، بص لحياتنا زي ما بتبص للجنينه. وماما بقت مواظبه جدا ان هي تقعد معاه في الجنينه، حرفيا ما تعرفش يعني ايه صمت، هي رغايه. بس هو اتعود على كده خلاص، واتعود كمان ان هو يديها نص ودانه او نص انتباهه والنص التاني في اللي هو بيحبه، وكل شيء بقى متعود عليه خلاص، حتى شقاوة ادريس بقى شيء متعودين عليه. بس في الفترة دي كان المرض مسك امه اكتر، وبقى المرض بيسبب لها الام تقطع قلب ادهم، وبقى ادهم واميمة شغالين على راحتها بس، لحد اما في مرة بدأت تدعيلهم، وبدأت زي ما تكون بتقول وصيتها خلاص، لحد ما فعلا ماتت وهي معاهم. وعدت الايام مليانة حزن طبعا على فراقها. ولما ادهم بدأ يرجع لحياته واحدة واحدة من الحزن اللي كان على والدته، حس ان في تغيير غريب حصل على اميمة، ما بقتش تقعد معاه في الجنينة، بس كان بيقول انا بتوهم وبتاع ممكن تكون مشغولة. ولما زاد عدم وجودها بدأ يسألها، فبدأت تقول له اصل انا تعبانة، اصل الشغل كتير، تنظيف البيت خد وقت وهكذا. وخد باله كمان ان هي ما بقتش ملهوفة عليه زي زمان، ولما كان هو يخش عليها بلهفة كان بيلاقيها ملهوفة بس من غير عاطفة حقيقية، يعني من غير احساس بجد، زي ما تقول كده بتجامله. وبدأ يسأل نفسه هو ايه اللي بيحصل، وقال لنفسه ان هو حس الاحساس ده قبل كده، بس هو مسك نفسه وكمل في حبها. كان قدامه اختيار ان هو يقسى عليها شوية، وكان من جواه اوقات بيحس ان هو عايز يقسى عليها، بس كان في اخر لحظات بيمسك نفسه وبتصعب عليه. اوقات يشوفها حزينة واوقات يشوفها تايهة، لدرجة من كتر الحركات الغريبة اللي هي بتعملها بدأ يقول لنفسه هي ترجع زي الاول يا تغور في داهية. لحد ما في يوم كان قاعد مع ابوه الجبلاوي بيحاسبه اخر الشهر على ادارة الوقف. ساعتها الجبلاوي بص له بصة كده زي ما يكون بيدور على حاجة، وبعد كده قال له مالك؟ ادهم بص له قال له مفيش حاجة كله تمام. الجبلاوي فضل ساكت شوية، بعد كده قال له ما ايه وميمة عاملة ايه؟ ساعتها ادهم قام باصص في الارض زي ما يكون حس ان كده اتقفش، قال له كويسة كل شيء كويس. فالجبلاوي قام ردد عليه بشيء بقى ناشف شوية، قال له صارحني في ايه؟ ساعتها ادهم فضل ساكت وبقى من جواه واثق 100% ان ابوه بيعرف يقرا جوه جسم الانسان. هو عرف منين؟ فهم عقله ازاي؟ فخاف ان هو يقول كلام تاني لحسن ابوه يفتكره كذاب. قال له الصراحة هي اتغيرت جدا، تحس ان هي نافرة مني كده مش عايزاني. فالجبلاوي فضل ساكت كده وقام قايل له في بينكم مشاكل حصلت؟ قال له ابدا. ساعتها لقى الجبلاوي ابتسم كده وهدي وقام قال له يا جاهل بالراحة عليها، ما تقربش منها غير لو هي طلبتك، ومبروك هتكون اب قريب. وتاني يوم كان ادم قاعد في الوقف بيقابل المستاجرين الجدد وبيخلص لهم شغلهم واحد واحد. كانوا واقفين طابور طويل، فضل ادم يشوف شغله لحد ما وصل لاخر واحد في الطابور. ساعتها ادم بيساله على اسمه وهو بيكتب في الاوراق من غير ما يبص له. قال له اسمك يا معلم؟ فجاله صوت غريب كده ادريس الجبلاوي. ساعتها ادهم اصلا اتفزع اما سمع الاسم، قام رافع وشه فلقى اخوه ادريس اللي واقف قدامه. ساعتها ادهم قام واقف وبيدافع عن نفسه كده، بس لقى ادريس بشكل جديد، هدومه نضيفة، هادي كده، متواضع، عينيه كلها حزن. مع ان الشكل ده خلى ادهم يحس ان ايه ده، لا ده مش ادريس القديم، بس ما اطمنش من جواه. وقال له هو بيحذره كده، قال له ادريس. فلقى ادريس بيوطي راسه كده وبيتكلم برقة ما تفهمش ازاي. قال له ما تقلقش، انا مجرد ضيف في بيتك، فاتمنى كرم اخلاقك. الكلام اللطيف ده طالع من ادريس ايه بقى؟ هو ايه البهدله في الشوارع علمته الادب ولا ايه؟ بس ادهم من جواه اللي هو الخشوع اللي هو فيه ده الصراحه يحزن، بس برضه جوه عقله عمال يقول انا لو استضفته اصلا فانا كده بتحدى ابويا، وهو جه من غير دعوه من ابويا. ادم لقى نفسه لوحده بيشاور له كده وبيقول له اقعد. فضلوا قاعدين كل واحد بيبص للتاني بصه غريبه اللي هو هي بقى، لحد ما ادريس قال انا بصراحه دخلت كده في وسط الطابور من غير ما حد يحس عشان عايز اقابلك بس. فادم قال له ما حدش شافك؟ قال له لا ما حدش من البيت شافني، اطمن ما حدش شافني نهائي، وانا مش جاي عشان اضايقك، بس انا جاي يعني
طالب لطفك، طالب كرم اخلاقك مش اكتر. ساعتها ادهم اتأثر بالكلام بس فضل ساكت ما اتكلمش. وادريس كمل وقال له انا عارف اللي انت مستغرب ان انا متغير وزمانك بتسأل نفسك هو فين العربيد بتاعنا وفين المتكبر بتاعنا، بس خليك عارف ان انا جه عليا قوي وحسيت بأسى زيادة عن اللزوم وحسيت بتعب ووجع محدش يقدر يستحمله، واديني واقف قدامك وانا عارف ان انت الوحيد اللي هينفع اقف قدامه لان انت اللي هتحس بيا لان انت عندك كرم اخلاق. فآدم قال له ربنا يخفف عننا وعنك، انت ما تعرفش مصيرك في حياتك ده نغص حياتنا قد ايه. قال له انا كان المفروض ان انا ابقى عارف الموضوع ده من الاول بس الغضب جنني وانا اللي حطيت كرامتي في الارض. حياة التشرد والبلطجة اللي انا كنت فيها خدت كل انسانيتي. بذمتك انت شفتني كده في الاول ولا كان عمري اعمل كده؟ قال له ابدا، انت كنت احسن اخ بالنسبة لي. فادريس كمل وصوته موجوع كده انا بتحسر على الايام دي يا اخويا، دلوقتي ما بقتش غير حتة شقي وعمال اخبط يمين وشمال ومعايا مراتي وحبلة وموضوع صعب، وكل لما اروح اي مكان يقعدوا يلعنوا فيا، حتى رزقي ما بعرفش اجيبه غير بالعداوة وبالخناق. فادم قال له انت بتقطع لي قلبي يا اخويا والله. فادريس قال له معلش يا ادم، انت عمرك تنسى اللي انا اللي شلتك على ايدي وانت صغير؟ مش انت كبرت على ايدي وانا اللي كنت ببقى معاك دايما؟ ربنا يلعن الغضب اللي خلاه يحصل ما بيننا كده. ادم قال له لعنة ابدية كمان يا اخويا. ساعتها ادريس خد نفسه كده وكانه بيكلم نفسه وقال له يتقطع لساني لما اسأت ليك وانا عارف كل اللي حصل لي والبهدلة اللي حصلت لي دي انا استحقها. ادم قال له ربنا يخفف عنك، انت عارف يا ادريس اللي انا عمري ما يأست ان انت هترجع، حتى في عز غضب ابويا انا جازفت ورحت كلمته عنك. فادريس ابتسم كده وبان سنانه وهي صفرة ومكسرة كده ومليانة قذورات وقال له انا قلت لنفسي برضو ان انت اكيد واقف جنبي، وقلت ان عمر ما هيحصل كلام لابويا او حد هيحاول يرجعني غيرك. ساعتها عين ادهم لمعت وقال له والله يعني انا بلمس الهداية في روحك يا رب، انت مش شايف ان انا الاوان اللي احنا نكلم ابونا كده في موضوعك ممكن ترجع؟ ساعتها ادريس هز راسه كده وقال له اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة وانا اكبر منك ب10 سنين، فخليك واثق ان ابونا مش هيرجع في كلمته وان مفيش امل ان انا ارجع البيت الكبير ده تاني. ادهم كان مش شاكك في كلامه لان عارف ان عمره ما هيرجع البيت تاني وان مفيش اي احتمال. قال له طيب انت شايف انا اقدر اعمل ايه عشانك؟ ساعتها ادريس ضحك تاني وقال له ما تفكرش ان انا عايز مساعدات مالية، انا عارف وواثق في امانتك كمدير الوقف وعارف انك يوم ما هتديني فلوس هتديني من حر مالك وانا مش هقبل ده. انت دلوقتي زوج وبكره هتبقى اب، انا مش جاي اوريك فقري، انا جاي اقول لك بس اللي انا ندمان عن اللي حصل وعن اي شيء انا عملته فيك وعايز بس ترجع المودة ما بيننا وعندي ليك رجاء صغير بس. ادم قال له امرني. ساعتها ادريس قرب من ادم كده كانه خايف ان الحيطان تسمعه اصلا وقال له انا عايز اطمن على مستقبلي، انا كده كده خسرت الحاضر وانا هكون اب زيك، عايز اطمن على اولادي وعلى مصيرهم. فادم قال له انا تحت رهن اشارتك في اي حاجه اقدر اعملها. ساعتها ادريس خبط على كتف ادهم كده كانه ممتن ليه يعني وقال له انا عايز اعرف بس هو ابويا حرمني من الميراث؟ فادم قال له انا ما اعرفش بس لو سالتني عن رايي. فادريس قام قاطعه وقال له اول في ايه؟ مين اللي مضايقك؟ في حاجه بره؟ قال له انا بسالكش عن رايك، انا بسألك عن رأي ابونا. فادم قال له انت اكيد عارف اكتر مني، عمره ما بيقول لحد على اللي في دماغه. قال له بس مفيش شك ان هو مسجل كل حاجة في الحجة بتاعت الوقف. ساعتها ادم اتخض كده وكرمش وشه. فادريس قام مكمل وقال له كل حاجة في الحجة؟ ادم قال له والله انا ما اعرفش حاجة زي كده وانت عارف كويس ان مفيش حد في بيتنا يعرف حاجة عن الحجة دي واللي انت بتقوله ده، وشغلي كإدارة كله تحت اشراف ابوك. ساعتها ادريس بص له بحزن كده وقال له الحجة هتلاقيها في دوسي ضخم، انا شفته في مرة وانا صغير وساعتها سألت ابويا على اللي فيه، وقتها كنت انا بقى ايه نن عينيه، فقال لي ان الحجة دي فيها كل حاجة عننا، ومن ساعتها ما اتكلمناش عن الموضوع ده تاني وما سمحليش لما انا بدأت اسأل تاني وقلت له هو مكتوب فيها ايه كان بيوقفني عند حدي وما بيردش عليا، وانا ما شكش او للحظة ان مصيري مكتوب جواه، فانا عايز اعرف مصير عيالي مش مصيري انا. فادم قال يعني وهو بقى اللي هو ايه انت بتزنوني في حتة وحشة. قال له الله الاعلم ما اعرفش. قال له الاوضة اللي فيها الخلوة بتاعت ابوك اللي جوه اوضته الحجة هناك، ومفيش شك ان انت شفت الباب بتاع الخلوة دي وانت صغير في نهاية الحيطة اللي على الشمال، باب كده مقفول دايما ومفتاحه هتلاقيه محطوط في صندوق فضي صغير كده جنب المكتب اللي جنب سرير ابوك. ساعتها ادم رفع حواجبه كده قال له انت عايز ايه بالظبط؟ ادريس خد نفسه كده وقال له لو في راحة بال بقيالي في الدنيا الغريبة اللي انا عشتها دي فهي مجرد ان اعرف الحجة دي مكتوب فيها ايه عني. ساعتها ادم رد عليه وهو خايف اصلا قال له نهون عليا اروح اساله على الشروط ال10 ولا اللي انا اعمل اللي انت بتفكر فيه ده؟ قال له ما مش هيرد عليك وهيتعصب وممكن كمان يسيء الظن بيك وممكن يخمن نية غريبة ليك
من السؤال ده، وساعتها هيغضب عليك انت كمان، وانا مرضهاش واكره ان اكون سبب في ان انت تخسر ثقة ابوك. ما تبقاش انت بتعمل لي خير واديك في داهية. ومفيش شك برضو ان هو مش عايز يقول اللي في الحجة والشروط اللي فيها، والا كان قالها من زمان. فمفيش طريقة تطمن قلبي وتطمني على عيالي غير الطريقة اللي قلت لك عليها. ابوك دايما بعد الفجر انت عارف بيبدأ يتحرك في البيت وفي الجنينة بره، وبقى سايب الأوضة شوية. ساعتها وش أدهم قفل بقى وقال له مفيش أكتر من الخرا اللي أنت بتقولي عليه ده، مقدرش. ساعتها إبليس دار الخيبة بتاعته كده في ابتسامة بسيطة وقال له مش جريمة إن الواحد يعرف واتكتب عنه إيه في حجة أبوه. قال له بس أنت بتطلب مني إن أنا أسرق سر أبونا محافظ عليه. ساعتها إدريس قال له يا ابني اسمعني، أنا قلت لنفسي أصلا وأنا جاي أقول لك الجملة دي، إزاي هقنع أدهم يساعدني في حاجة تعتبر مخالفة لإرادة أبونا؟ بس في حاجة جوايا قوية قالت لي ممكن يساعدني لو حس فعلا ان انا محتاج المساعده، والموضوع مش جريمه يعني، غير ان هو هيعدي في خير وسلام، منها هتنقذ روحي الميته وهتعرفني مصير عيالي ومن غير اي خسائر خالص. ادم قال له يعني ربنا يحفظنا من الاخطاء يا عم الحاج. ساعتها ادريس قال له امين، بس انا بتوسل لك وبتذلل لك كمان تنقذني من الرعب اللي انا فيه، انا بتعذب كل يوم عشان ولادي. ساعتها ادم قام واقف في مكانه كده وساكت. ادريس قام قايم وقام ماسك ايديه ومسلم عليها وقال له انا عارف ان انا ازعجتك يا ادم، وانا مش عايز ازود تعاستي باللي انا اضايقك او ادخلك في مشاكل، وانا عارف ان عمر ما حد هيحاول يساعدني او حاول يقف جنبي، وانا بقيت لعنه خلاص، وبقى اللي يقرب مني قرفان مني وشايفني وحش. وادم قال له والله يعني انت ما تعرفش انا متعذب قد ايه اللي انا مش عارف اساعدك، ده عذاب فوق العذاب. ساعتها ادريس قام قال له محدش بيسال عن تعاستي غير نفسي، ليه احملك فوق طاقتك؟ خلينا امشي بسلام واللي يشيء ربنا يحصل، سلام عليكم. وبالليل ادهم كان قاعد مع اميمه اللي وشها كان منور من اللي سمعته، وقالت له يعني ابوك ما كلمكش عن الحجه دي قبل كده؟ ادم كان قاعد على الكنبه مربع كده وباصص للسما، وقال لها من غير ما يبص لها هو ما كلمش حد عليها اصلا. قالت له بس انت؟ قال لها بس انا ايه، ما انا عيل من عياله زي اي حد. ساعتها ضحكت ضحكه خفيفه كده، قالت له بس اختارك انت عشان تدير الوقت مكانه. ساعتها قامت عدل لها كده وقال لها قلت لك ما كلمش حد عنها قبل كده. ساعتها قربت منه كده وكلمته بمكر شويه وقالت له ما تشغلش بالك، ادريس كده كده ما يستحقش الكلام ده، ساقته ليك اصلا عمرها ما تتنسي. ساعتها ادهم قال لها ادريس اللي جالي النهارده غير ادريس اللي لعب فيا، منظره اصلا وهو ندمان وحزين كده مش قادر يفارق نفسي. فقالت له ما هو ده اللي انا حسيته من كلامك وده اللي مخليني مهتميه بالموضوع، بس انت ما عرفش ليه مقفل كده، يعني كل مره بتتكلم معايا عادي، المره دي مش عايز تتكلم خالص. ساعتها كان ادهم باصص من ناحيه الشباك كده في الضلمه وفي السماء وسرحان اصلا وما ردش عليها. وبعد شويه قالت له ما ردتش عليا. فقال لها ما فيش فايده، ما فيش فايده من الاهتمام اللي انت عاملاه ده. قالت له بس اخوك ندمان وبيطلب رحمتك. قال لها والله العين بصيره والايد قصيره. قالت له بس على فكره انت لازم تحسن علاقاتك سواء مع ادريس او مع اخواتك، والا في يوم من الايام هتلاقي نفسك لوحدك. قال لها المهم عندك نفسك مش ادريس. فهزت راسها كده يعني ماكره هي وقالت له انا من حقي ان انا اهتم بنفسي، وده معناه ان انا لازم اهتم بيك. وادهم من جواه ما يقول ايه اميمه دي اتغيرت ولا ايه، مين دي؟ فجاه لقاها بتساله وبتقول له وانت عمرك ما دخلت الخلوه دي؟ تعرفش شكلها عامل ازاي؟ قال لها الصراحة ابدا، حتى وانا صغير كان نفسي ادخلها بس ابويا منعني، وامي ما كانتش بتسمح لي ان انا اقرب من هناك نهائي. قلت له بس اكيد ما فيش شك يعني ان انت كان نفسك تدخلها. وادهم فضل ساكت وكان من جوه حاسس ان محتاج حد ياكد له ان اللي هيعمله ده صح، بس في نفس الوقت هو متردد وبيقول لا انا مش هعمل كده. وفجأة لقى أميمة بتسأله تاني وبتقول له طب هو المكان اللي قالك عليه ولا الأدراج دي اللي فيها الصندوق الفضي اللي قالك عليه ده عارفها؟ لها كل اللي دخل الأوضة أصلا عارف مكانه، بس ليه بتسأليه؟ اتحركت من مكانها كده وقربت منه وبدأت تسأله بس في إغراء، وقالت له بذمتك ما نفسكش تشوف الحجة؟ فجاوبها بس هو شديد شوية، قال لها لا ليه أبقى عايز أشوف الحجة؟ قالت له مين ما يتمناش يعرف المستقبل؟ قال لها قصدك مستقبلك انتي؟ قالت له مستقبلي ومستقبلك، مستقبل إدريس اللي انت زعلت عليه رغم كل اللي عمله فيك. المشكلة ان مراته عمالة تقول كل اللي هو نفسه يقوله بس في نفس الوقت هو متردد انه يقوله. فحاول يفلفص منها كده وقال لها بس انا مش عايز ابويا يزعل مني، لا لا لا. قامت معصرة عليه اكتر، قالت له طب هو ليه مخبي الموضوع قوي كده؟ قال لها يا ستي براحته، بعدين ايه اسئلتك الكتير دي، ما تهدي بقى. فاتكلمت كده بس كأنها بتكلم نفسها وقالت المستقبل، نعرف مستقبلنا ونعرف اللي هيحصل، وكمان
نساعد إدريس اللي يا عيني مش لاقي حد يساعده، وكل ده مش هيكلفنا غير ان احنا نقرا ورقة واحدة، وكده كده محدش هيعرف ان احنا قريناها. واتحدى اي حد ان يقدر يثبت سوء نية لينا في اللي احنا هنعمله ده، وكمان احنا اللي هنعمل كده، يعني مفيش اي سوء هيحصل او ضرر لابوك او لاي حد. وادم حاول يفلفص اكتر منها وقام باصص من الشباك ولا الليل شكله حلو جدا، انا لولا الدنيا ساقعة شوية كنت نزلت قعدت في الجنينة وقعدت اعزف على الناي. وهي مكملة برضه، بس اكيد مفيش شك ان هو مش مميز حد في الشروط بتاعته، او ممكن يكون ميز اللي بيحبهم بس. وقامت مكمله وقايله له والله انا لو كنت بعرف اقرا كنت رحت بنفسي انا للصندوق ده وقريته. وادم من جواه كان بيتمنى ان هي تكون بتعرف تقرا في اللحظه دي، وبدا يحس ان هو وقع في شركها، لانه بدا يفكر في الموضوع كانه عمل وخلاص. وبدا يفكر كتير لدرجه ان صوته عالي مره واحده وقال لها يلعني ربنا اللي انا قلت لك حاجه ولا حكيت لك حاجه، انا غلطان. قالت له اكيد انا مش عايزه لك شر، وحبي لابوك زي حبي ليك بالظبط. قال لها طب سيبك من الكلام ده عشان انا تعبان الوقت ده، عايز راحه اصلا مش عايز الرغي ده كله. قالت له انا حاسه ان قلبي مش هيرتاح غير لو عملنا اللي احنا عايزينه. ساعتها نفخ كده كانه زهقان ولا يعني ربنا يهديكي برحمته. ساعتها وكانها شيطان اصلا قامت مقربه منه تاني وقالت له هو انت ما خلفتش ابوك لما قابلت ادريس اصلا؟ ساعتها عينيه برقت ولا انا مالي انا لقيته في وشي. قالت له طب انت قلت لابوك على اللي انت قابلته؟ لا على فكره انت تقيله النهارده قوي يا اميمه اهدي. قالت له طيب ما دام كده كده انت مخالفه واللي انت عامله ده يضرك وخالفته برضه، فازاي مش عايز تخالفه في اللي هيفيدك وهيفيد اخوك ومش هيضر حد؟ وادم كان يقدر يوقف الكلام في اي وقت يعني، بس تحس ان الكلام كان جاي على هواه شويه. فساعتها قام لف وبص لها ولا انت قصدك ايه؟ قالت له يعني توصل لحد الفجر عشان المكان يبقى فاضي لينا. لا والله انا افتكرت الحمل خلى احساسك بس اللي مش موجود، بس اعتقد ان خلى عقلك كمان مش موجود. قالت له بقول لك ايه، انت مقتنع باللي انا بقوله 100% بس انت خايف والخوف مش لايق عليك نهائي. ساعتها وشه قفل بقى خالص ولا انا اعتقد ان احنا هنفتكر اليوم ده باليوم اللي فرق ما بيننا. ساعتها قامت شوية مياصة كده وقالت له ده يا ولا خلينا نفكر في الموضوع بجد. قال لها مش هنكسب خير، مفيش من الموضوع ده ورا خير. قالت له ده كلامك بس هتشوف اللي هيجي من وراه. وقال بصوت كده كأنه بيهمس لنفسه والله ما حد حب ابوه زي ما انا بحب ابويا. وأميمة ما تعرفش ازاي سمعته اصلا، قامت قايله له ما احنا كده كده مش هنسأله في حاجة يعني. فقال لها بقول لك ايه انت محتاجة تنامي. قالت له ما انت اللي طيرت النوم من عيني. لا والله انا حكيت لك على اساس ان ممكن الاقي فيك عقل تردي بيه. قالت له طب ما انا ما سمعتكش غير الكلام اللي في العقل فعلا. ساعتها بص في الارض كده ولا احنا شكلنا داخلين على خراب. ساعتها متحطت ايديها على كتفه وقالت له مصيرنا واحد يا ناكر الحب يا رخم اوه يا دلع يا دلع اوه. ساعتها رد عليها بس كانه خلاص بقى فاهمني اقتنع بالكلام. قال لها شايفه النجوم اللي في السما دي حتى دول ما يعرفوش مصيرنا هيحصل لنا ايه. قالت له ما تقلقش احنا هنقرا مصيرك في الحجة. وبعدها فضلوا ساكتين بتاع دقيقة كاملة ومرة واحدة قام آدم قايل يا لطيف. فأميمة زي ما يكون مستنية إن هو ينطق بس وقالت له بقول لك إيه أنت علمتني إزاي أحب الجنينة وأديني دلوقتي برد لك الجميل. وبما إني افتكرت إن أنا لازم آخد علاج دلوقتي كان آخده معاك ورايح دماغي. لا سحر ولا شعوذة. أدي أول واحدة وأدي تاني واحدة كده 2. وقت الحبايه كبيره حبايه كبيره تقف في الزور تخش تقف في الزور ما تخرجش. باخد منها 2 فانا لازم اخد واحده واحده لوحدها. بس انا اجيب لك حاجه اوب. شايفين البتاعه دي قبل ما اخد ولا بعد ما اخد العلاج؟ بسم الله الحمد لله. بص بقى يا جدع شايف البتاعه دي يوم حفلة التوقيع بتاع سيد سوقي في ولد جالي وقام قال لي انا اعتقد لاعب ملاكمة او حاجة زي كده بوكس مش عارف ايه. اعتذر لي انا مش فاكر يعني بس انا فاكر حاجة تانية. وقام مديني دي هدية ليا. انا كنت واخد بالي ان هي مستعملة بس بعيدا عن ان هي مستعملة بعيدا عن اي حاجة الفكرة عندي كان اكبر من كده. عارف انت احساس انا اليوم ده جالي هدايا وهدايا قيمة غالية سعرا وحاجات كده يعني. بس انا دي كانت اهم هديه بالنسبه لي. ليه بقى؟ حسيت ان الولد ده مش عارف يعبر عن حبه ازاي او مش عارف ازاي يقدر يساعدك وده معنى ان هو بيحبك. فاداك حاجه من ما عنده. اداك حاجه يعتبر ما تبقى ما اغلى ما عنده اخر حاجه عنده النهايه المره كل ما يملك. ليها كذا معنى بس فكره ان هو اداهالك لاجلك لاجل ان هو بيحبك غالية عندي والله. الموضوع مش موضوع هدية غالية ولا هدية رخيصة. الفكرة في الموقف نفسه. فأنا حسيته وشفتها في عينيه اللي هو بيدهاني اللي هو بيقول لي أنا دي آخر حاجة عندي أنا عايز أفرحك بأي حاجة. اداني دي. عايز أقول لك من يوم ما خدتها لحد اليوم ده أنا مش بشرب غير فيها.
شكرا ليك والله. بص، هو ممكن ناس ما تفهمش انا قصد ايه او ليه انا مبسوط بالهديه دي قوي، بس بيني وبين نفسي انا ليها غلاوه خاصه، يعني ليها معزه خاصه عندي، معزه مع الديبو. انا اسف، يلا نكمل. بس اخد نفس بس. وبرضه انا من النوع اللي بحب اعبر عن رايي، يعني كذا حد اقول له الموضوع ده، كذا حد من اصحابي، كذا حد من معارفي اقول له شايف الازازه دي حصل 1 2 3 4 انا مبسوط قوي، انا مش عارف ايه. فانا طبيعي كده، يعني اللي انا بحب احكي الحاجات اللي اثرت فيا. المهم يا جدع، عشان انا ايه يعني، مش عايزين نفتي ولا نهدي ولا مهتي ولا نقعد نهري ولا الكلام ده كله، فخلينا نكمل على طول. ان وقت الفجر جه والاب ساب الاوضه بتاعته وخرج الجنينه، ده الطبيعي بتاعه يعني. وادهم كان في اخر الطرقه وأميمة ماسكه كتفه ومستخبين في الضلمه كده. بدأوا يمشوا بخطوات ثقيله جدا رهيفة جدا حتى لا يكاد أن يراهم أو يذهبون أي اتجاها ولا يعرفون اتجاههم المتحد في الأمم المتحدة. أنا مش عارف أنا قلت إيه، بس المهم إن هم في الضلمة وماشيين، فمش عارفين هم رايحين فين بسبب الضلمة. وكان من عادة الجبلاوي أصلا إن هو بيمشي في الضلمة عادي من غير ما يولع نور، من غير ما يعمل أي حاجة، وعارف الطرق كلها. وقتها كان آدم بيقول لأميمة وإحنا مش أفضل لنا يعني وأحسن لنا نرجع، وهي بدأت تزقه لقدام وتقول له ما تقلقش يلا بينا. ولقد تقدم في خطوات حذرة في اضطراب أليم بداخله، ويده قابضة على شمعة صغيرة في جيبه، وبدأ يتحسس الجدار حتى مست يديه مصرع الباب. وهنا همست أميمة أنا بقى هفضل مستنياك هنا عشان أراقب المكان، خش يا معلم. وقامت مد إيديها وزق الباب عشان يتفتح، وقامت راجعة لورا. ومضى أدهم بخطواته الحذرة، فتلقى داخل الحجرة رائحة مسكية غريبة ولكنها شديدة. وبعديها قام قفل الباب وراه وبدأ يبص في الضلمة لحد ما الشبابيك بدأت توضح له الدنيا على ضوء القمر. وآدم بدأ يحس إن خلاص بقى في جريمة، أو لو في جريمة يعني، بس هو خلاص دخل الأوضة فهو كده في الجريمة، وكده المفروض إنه يخلص اللي بيعمله مادام كده وصل. بمعنى أصح مفيش تردد دلوقتي. وفعلا وصل للمكان اللي جنب السرير ومد إيديه وبدأ يفتح الدرج وبدأ يفتش لحد ما لقى الصندوق. بس كان قلبه عمال ينفض منه، فكان محتاج ياخد نفسه، مش قادر لأنه خايف من اللي بيعمله ده. وفعلا خد بعضه لحد ما راح عند الأوضة بتاعت الخلوة وقعد يحسس، وقام حاطط المفتاح في الباب، وقام تريك بيريك فتح الباب ودخل الخلوة اللي محدش عمره دخلها. محدش يقدر يدخل الأوضة دي غير الأب وبس. وقام ردد الباب وراه، طلع الشمعة اللي في جيبه وقام شريك وشغل الشمعة. ساعتها لقى نفسه في مربع كبير، يعني الخلوة عبارة عن مربع كبير ملهوش أي منفذ غير الباب، مفروش على الأرض سجاد صغير جنب بعضه كتير. وعلى يمين الباب كده في ترابيزة كبيرة وعليها الحجة أو عليها مجلد كبير كده شكله نضيف جدا. وقتها أدهم بدأ يبلع ريقه بإيديه اللي عمالة تتهز وهي ماسكة الشمعة أصلا، وقرب من الترابيزة لحد ما وصل للدوسيه أو المجلد ده، كان مرصع بالذهب. وقام فاتح المجلد وبدأ يقرأ. كان الكلام المكتوب بالفارسي. كانت أول جملة فوق بسم الله، وما كملش جملة الرحمن الرحيم، وسمع صوت باب الخلوة وهو بيتفتح عليه. ساعتها اتنفض ولف جسمه يبص على الباب، فلقى الجبلاوي واقف سدد الباب بجسمه الكبير وباصص له بصة باردة بس قاسية جدا. ساعتها أدهم اتسمر مكانه وبقى باصص لأبوه مش عارف يعمل أي حاجة. اتخلت عنه القوة بتاعت التفكير، بتاعت الكلام، بتاعت أي شيء مهما كان في العالم. ولقى الجبلاوي بصوته المرعب بيقول له اخرج، بس أدهم ما قدرش يتحرك، بقى واقف عامل زي قطعة أثرية محطوطة في المكان. فلقى الجبلاوي بيقولها تاني وبيقول له اخرج. في اللحظة دي فاق من الرعب اللي هو فيه، والجبلاوي قام محرك جسمه كده وفتح له مساحة يخرج منها. ساعتها آدم بدأ يمشي بالراحة لحد ما خرج وهو ماسك الشمعة عمالة تحرق في ايديه أصلا. وأول ما خرج لقى أميمة واقفة في نص الأوضة وعمالة تعيط أصلا. بعد كده الجبلاوي قام مشاور له إن هو يقف جنب مراته أميمة. وساعتها الجبلاوي قام قال له كل اللي عليك إنك تجاوبني بكل صدق. وآدم هز راسه كده اللي هو حاضر، أي حاجة أي حاجة أنا هعمل. ساعتها الجبلاوي قال له مين اللي قالك على موضوع الكتاب والحجة؟ أدهم رد بسرعة البرق وقال له إدريس. قال له إمتى؟ قال له النهاردة الصبح. قال له إزاي اتقابلته؟ قال له اتخفى وسط المستأجرين الجدد واستنى لحد ما عرف يستفرد بيا. قال له ليه ما طردتوش؟ قال له والله يا أبويا أنا صعب عليا إن أطرده. قال له ما تقوليش أبويا. فأدهم استجمع قوته كده وقام قال له انت ابويا مهما حصل ومهما زعلت مني، وانا عارف ان انا غلط وان انا عبيط في اللي انا عملته. قال له يعني هو اللي اغراك باللي انت بتعمله ده؟ فلا أميمة اللي بترد عليه وبتقول له اه يا سيدي هو اللي اغراك. لا اسكتي انت يا حشرة. بعد كده قام بص لآدم تاني وقال له رد. قال له كان حزين وكان ندمان وكل اللي كان محتاجه ان هو يطمن على مستقبله ومستقبل ذريته. فالجبلاوي قال له عملت كل ده عشانه؟ قال له لا انا اعتذرت له وقلت له ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. قال له ايه اللي غير رايك؟
فادهم قام باصص ناحيه اميمه كده وقال له الشيطان اللي اغراني. ساعتها الجبلاوي رد باستهتار كده، يعني اللي هو بيتمسخر عليهم، قال له على كده قلت لمراتك اللي بينك وبينه. وهنا اميمه قام صوتها عالي بالعياط. الجبلاوي قام مصرخ فيها ان هي تسكت، وقام بص لادهم وقام مشاور له كده اللي هو رد. قال له ايوه يا ابويا حصل، قلت لها. قال له قالت لك ايه بقى؟ ساعتها ادهم فضل ساكت. فقام جبلاوي شتمه وقال له رد يا عم بتيع، اديك في تسقف اديك في الشعر فتعطش. قال له بصراحه قالت لي يعني مفيش مشكله اللي احنا نبص على الحجه ونشوف مستقبلنا، احنا كده كده مش هنضر حد. ساعتها الجبلاوي قال له الجملتين دول اللي خلوك تخون الناس اللي واقفه جنبك واللي عايش في فضلهم اللي ليهم خير عليك. ادهم رد وهو ندمان، قال له انا عارف ان انا مش هينفع اقول ده ذنب ولا مش ذنب، بس لو سامحتني فده اكبر من اي حاجه في الدنيا ممكن تحصل. قال له يعني انت بتتامر عليا مع ادريس اللي انا طردته اكراما ليك؟ قال له لا انا ما اتامرتش مع ابليس، انا غلطت وانا معترف ان انا غلطان ومفيش امل ليا في الحياه غير انك تغفر لي اللي حصل. ساعتها الجبلاوي ما ردش وفضل باصص لهم هما الاتنين، ومره واحده وبصوت مرعب حرفيا يهز جبل وقال لهم اخرجوا من بيتي. ساعتها ادم قال له ابويا. الجبلاوي قام قاطعه وقال له اخرجوا من بيتي يا اما هرميكوا بايدي. وفعلا يا جدع باب البيت الكبير بيتفتح، والمره دي عشان يخرج منه ادهم واميمه، بس ما يخرجوش منه وهم ساده، يخرجوا منه وهم مطرودين. ادهم خرج وهو شايل بوجه الهدوم بتاعته، وكان وراه اميمه وشايله بوجه تانية مليانه اكل. الاتنين خرجوا مذلولين ما عندهمش اي امل في الحياه. واول ما سمعوا صوت باب الكبير بيتقفل وراهم، اميمه بدات تعيط وتصوت وقعدت تقول انا استاهل الموت، انا اللي استحق الموت. ساعتها ادم بصلها وقال لها اول مره تبقي صادقه في كلامك، وحتى الموت ما يستحقكيش. ومشوا كام خطوه بس قربوا يبعدوا عن البيت، وسمعوا صوت ضحكة مسخرة. وأول ما بصوا ناحية صوت الضحكة فشافوا إدريس وهو واقف قدام الكوخ بتاعه اللي بانيه من الحديد ومن البلاستيك، وكانت مراته نرجس قاعدة وراه وعمالة تغزل كده وقاعدة ساكتة. وإدريس كان بيضحك في شماتة وبيسخر منهم كمان، لدرجة إن آدم وأميمة برقوا من المنظر وفضلوا يبصوا له وهم ساكتين. وإدريس بدأ يرقص ويهز جسمه ويطرقع في صوابعه كده لحد ما نرجس مراته زهقت أصلا وقامت داخلة جوه الخيمة. وآدم فضل متابعه بعينيه اللي بقت زي بركة الدم من كتر العياط. وفي اللحظة دي بقى أدرك الخبث بتاع إدريس وكشف حقيقته وفهم لعبته، وبدأ يدرك كمان إن هو غبي، وغبائه ده اللي خلى المجرم اللي قدامه ده بيرقص شماتة فيه. وقال لنفسه هو ده إدريس مستحيل يتغير. والدم قام جاري في نافوخه، وقام موطي جاب شويه رمل وقام حادفهم على ادريس وقال له يا قذر يا لعين، دي العقارب بالنسبه لك حشرات مستأنسه يا حيوان. وادريس رد عليه بحركات مموجه زياده، فاهمني؟ قاعد يرقص ازيد بقى، عارف بيغيظه وبقى يهز رقبته يمين وشمال كده وجسمه شمال ويمين عكسها، وبقى شكله غريب جدا. وبدأ يلعب له حواجبه ويطرقع له صوابعه. ساعتها ادهم سخن اكتر وبدأ ان هو يشتم، قال له يا ابن اديك الله على السنه عنيك ده يعني. وادريس بدأ يهز وسطه برشاقه ازيد بقى، عارف بيغيظه اكتر. وادهم بدأ يشتم ازيد وازيد لان التاني بيسخنه اكتر. وادريس بدأ يلف حوالين نفسه ويعمل دواير كده ويعمل حركات بقى بيغيظه اكتر واكتر، لدرجه ان ادهم رامي البوجه اللي في ايديه وقام رايح ماسكه من رقبته وشدد عليه جامد. بس ادريس فضل يلعب له حواجبه ويضحك برضه ويرقص ولا فارق معاه ان هو بيتخنق. وادهم في اللحظه دي اتجنن اكتر وبدا يضرب في ادريس، بس ادريس ولا فارق معاه وفضل يضحك ويهيص يقول له حتى بطه دهن القطه. ومره واحده ادريس قام واقف عن الرقص ده وقام مدي في صدر ادهم ضربه قام مرجعه لورا، لدرجه ان ادهم التوازن بتاعه اختل وقام واقع على الارض. وساعتها أميمة جريت على أدهم وقامت رافعاه من على الأرض وموقفاه وبدأ ينفض هدومه. وأميمة قامت باصة لإدريس وقايله له أعوذ بالله منك يا خرا أنت، ابعد عننا. وساعتها أدهم قام موطي واخد البوجة بتاعته وقام ماسك إيد مراته وقام واخد بعضه وماشي ورايح على طرف البيت من الناحية التانية. بس ساعتها كان التعب خلاص جاب آخره منه، فقال احنا عايزين نستريح شوية أنا مش قادر. ساعتها قعدوا على الأرض وأميمة قعدت قدامه وبدأت تعيط تاني. وساعتها سمعوا صوت إدريس وهو واقف ومدي وشه للبيت الكبير وبيقول بصوت عالي طردتني عشان تكرم احقر عيالك، وشفت رد الجميل بتاعه كان ايه؟ اهو انت نفسك بترميه في التراب، عقاب بعقاب والبادي اظلم، عشان تعرف بس ان ادريس محدش يقدر يقف قصاده. خليك بقى لوحدك مع عيالك العقم اللي ما بيعرفوش يجيبوا عيال، مش هيبقى ليك حفيد غير اللي بيتقلب في التراب وبياكل من الزباله. وبكرة هتلاقيهم بيسرحوا بعربيات البطاطا وبياعين وبيتذلوا للي يسوى واللي ما يسواش. بكرة هتلاقيهم بيتضربوا من الفتوات وبيطاطوا راسهم زي العبيد. بكرة دمك هيختلط بدم المعفنين وأحقر الناس. خليك انت بقى قاعد لوحدك كده مش عارف تعمل ايه ولا ليك حد، لحد اما هتشيخ
وانت في الضلمه زي ما انت، ويوم ما يجيلك اجلك مش هتلاقي حد واقف جنبك. وبعد كده قام باصص لادهم ورجع يصيح زي المجنون: وانت يا ضعيف يا معفن، وريني هتعيش بقى في الحياه لوحدك ازاي، ولا فيك قوه تساعدك ولا عندك حد تعتمد عليه. وريني بقى مبادئ القراءه والحساب هتساعدك ازاي، احنا في الخلا عسل. وقعد يضحك بقى ضحكات شريره متقطعه. ووقتها كانت اميمه لسه عماله تعيط، وفجأة لقيت أدهم بيصرخ فيها وبيقول لها بطلي عياط. ساعتها وهي بتمسح دموعها ولسه بتعيط برضه قالت له: أنا هفضل أبكي وأبكي لأن الغلطة عندي يا أدهم. قال لها: مش أنت الغلطانة، أنا اللي كنت ضعيف، أنا لو كنت قوي كنت سمعت كلامك. قالت له: لأ، الذنب ذنبي. ساعتها رد عليها ومتعصب وقال لها: ما تجيش على نفسك، ما تشيليش غلطتي على كتافك، أنا الغلطان. فقالت له: أنا ما كنتش متوقع. قال لها: بس انا اللي عارفه كويس ومفيش اعذار ليا. قالت له: طب وانا هعيش ازاي هنا وانا حبلة؟ قال لها: في الخلا اللي حوالينا ده مفيش غير اللي احنا نقعد جنب البيت الكبير، وما قدامناش غير اللي احنا نبني كوخ ونعيش فيه. قالت له: فين؟ ساعتها بص ناحيه كوخ ادريس كده ولا احنا المهم ما نبقاش بعيد عن البيت الكبير، فاحنا مضطرين نعمل كوخ هنا لاننا لو بعدنا يبقى هلاكنا في الخلا. ساعتها اميمه بصت حواليها وقالت له: انت صح، على الاقل نبقى قريبين منه، ممكن يرق قلبه ويدخلنا تاني. ساعتها ادهم نفخ كده وقال لها: الحسره بتقتلني، لولاكي انا كنت افتكرت اللي انا فيه ده كابوس، بس انا ما تطولتش عليه زي ادريس. انا مش زي ادريس في اي حاجه، ليه اتعاملت نفس المعامله؟ ساعتها اميمه قالت له: المناطق اللي حوالينا كلها ما تعرفش اب زي ابوك. ساعتها قام بص لها وهو مخنوق بقى وقال لها: انت امتى لسانك يتوب شويه، ما تهدي. ساعتها هي كمان اتعصبت وقالت له: انا ما عملتش جريمه، قول لاي حد انت عملت ايه وايه جزائك في اللي انت عملته، وراهنك ان اي حد هيسمع كده هيضرب كف على كف. ابوك ده مش اب ولا يعرف يعني ايه ابوه. قال لها: والدنيا كلها ما عرفتش راجل زيه، الراجل ده الجبال والسماء والارض عارفين هو مين كويس، وعارفين ان ما ينفعش اي حد يتحداه. قالت له: بس بالطريقه بتاعته دي مش هيبقى في بيته حد من العيال. قال لها: احنا اول ناس نخرج واحنا اكتر شر كنا فيه. قالت له: لا احنا مش كده. لا اسكتي، الحكم الصحيح ما بيجيش غير في الامتحان. وساعتها الاتنين سكتوا والصمت حل على المكان. في المكان اللي كانوا فيه الخلا كانش اي حاجه تتشاف، كله خلا الا كام واحد بيعدي كده من على سفح الجبل من بعيد كده بيبقوا شايفينه. والشمس كانت تنزل حاميه على الارض تخلي الرمله دي منوره كانها قطع ازاز. ما كانش فيه اي حاجه او حد عايش غير بعد الجبال بشويه، وما كانش فيه اي حاجه جنبهم غير الكوخ بتاع ادريس. الجو كله عموما تحسه كده ايه، شقه، خوف، رعب. وساعتها اميمه بصت حواليها وقالت له: احنا شكلنا هنتعب كتير جدا عشان الحياة دي تبقى كويسة بالنسبة لنا. وساعتها أدهم بص للبيت الكبير وقال لها: وهنتعب أكتر وأكتر عشان باب البيت ده يتفتح لنا تاني. وبدأ أدهم وأميمة إن هم يبنوا الكوخ بتاعهم. كانوا بيروحوا يجيبوا الحجارة من ناحية المقطم، وكانوا بيجمعوا الصفايح من فوق سفح الجبل، وكانوا بيخشوا بقى العطوف اللي في الجمالية والأماكن دي عشان يلموا أي خشب يلاقوه. وعرفوا إن فكرة إنك تبني كوخ بتاخد وقت أكتر من اللي كانوا متوقعينه، وطبيعي مع الوقت بؤجة الأكل اللي كانت أميمة جايباها بدأت تخلص. فأدهم قرر إن هو يبدأ يجري في سبيل رزقه يعني. وأول حاجة فكر فيها إن يبيع لبس من اللبس الغالي اللي هو لابسه، ويشتري بتمنه عربية اللي هي بتتزق كده، ويبيع فيها بطاطس، خيار، يبيع فيها أي شيء. ولما قلل أميمة كده بدأت تعيط. بس هو رد عليها وقال لها: الهدوم دي ما بقتش مناسباني خلاص، مش هيبقى بقى بسرح بعربية بطاطس وخيار وأنا لابس عباية غالية بالطريقة دي. وفعلا بدأ يجيب العربية وحاجته، وبدأ يزق العربية عشان يوصل للجمالية ويبيع هناك. وطبعا الجمالية كانت لحد اليوم ده ما نسيتش زفته كانت عاملة ازاي، زفة فرحه. فقلبه كان مقبوض وكان صوته مكتوم، مش قادر ينده على البيع والشراء. فبدأ ان هو يروح الاحياء او الاماكن او المناطق اللي بعد الجمالية البعيدة كمان عشان يبيع فيها. وكان مواظب ان هو يمشي يبدأ الشغل مع بداية النهار ويرجع اخر الليل، لحد اما جسمه كله بقى مورم والوجع ما بيحلش رجليه وايديه وجسمه كله. وكان لما يحب يفك فك ميه ولا حاجه كان يقف في اي حته كده على الجنب، كان مهانه يعني. الحياه بالنسبه له بقت شكلها مش حقيقي، مش دي الحياه. فين ايام الجنينه واداره الوقف؟ بقى الكلام ده زي الاساطير بالنسبه له. وبدا يقول لنفسه: مفيش شيء حقيقي في الدنيا اللي انا عايشها دي. هي الدنيا بجد هي البيت الكبير ولا عربيه البطاطس والخيار؟ هي الجنينه ولا الخلا؟ هي امبارح ولا بكره؟ اعتقد احسن حاجه عملتها اللي انا عملت كوخ جنب البيت الكبير عشان دماغي ما تتشتتش وانسى الماضي زي ما فقدت الحاضر وتاه مني المستقبل. انا مش فارق معايا لو فقدت الذاكره زي ما خسرت ابويا وخسرت البيت الكبير وخسرت نفسي كمان. كان لما يرجع من الشغل اللي طول النهار وطول الليل ما كانش بيرجع عشان يرتاح، كان بيرجع عشان يشتغل على الكوخ هو وأميمة. وفي مرة من المرات كان في حارة الوطويط،
ماسك عربية الإيد وتعب وكده، فركن جنبها ونام شوية. بس صحي على صوت عيال صغيرة بيسرقوا العربية بتاعته. بس العيال كانت محترفة بقى، أول ما لقوه صحي واحد صفر التاني زق العربية، الخير وقع على الأرض عشان ما يعرفش يجري وراهم وحركات. ولما العيال كلها اختفت من قدامه هربت. أدهم اتعصب وبقى متضايق جدا لدرجة ان هو رمى كل حاجة على الارض تاني وبدأ يشتم ويسب، لدرجة ان هو من غضبه بدأ يكلم نفسه: وليه غضبك حرقني زي النار كده؟ هو كبريائك أهم من لحمك ودمك؟ ازاي انت عايش العيشة الجميلة دي وانت عارف ان احنا هنا بيتداس علينا؟ هو البيت الكبير ما بقاش فيه عفو ولا تسامح خلاص؟ وقام لمم الخيار كله وبدأ يزق العربية وعايز يمشي. ساعتها سمع صوت من وراه بيقول له: الخيار بكام يا عم؟ اول ما بص ورا لقى ادريس واقف وبيبتسم كده. كان لابس عبايه كده ملونه والوانها زاهيه، ولابس على راسه طاقيه مدوره بيضه كده. شافه وكان باين عليه ان هو بيتريق عليه وبيتمسخر عليه كمان. ساعتها ما ردش عليه وقام زاق العربيه عشان يكمل مشي. بس لقى ادريس جري وقف قدام العربيه وقال له: ايه هو انت بتعملش الزمان بتاعتك حلو؟ ساعتها ادهم رفع راسه وهو متعصب وقال له: سيبني في حالي. ساعتها ادريس قام ضاحك بصوت عالي كده وقال له: مفيش طريقه تعمل اخوك الكبير احسن من كده. ايه عايزه ايه؟ تعال سلمت خلاص، ارتحت، شلتك، طبطبت، كله تمام، تلعب لي لسانك، انت واكل اصلا، كله تمام، ما تهزش ايديك كده، يلا سلام عليكم يلا. فادهم رد عليه وهو صبره بيخلص كده وقال له: انت ما كفكش اللي عملته فيا يا عم، مش عايز اعرفك ولا تعرفني. ساعتها ادريس قال له: ازاي يا جدع؟ ده احنا في حكم الجيران ولا انت ناسي؟ قال له: يا عم تغور جيرتك، انا موجود عشان ابقى جنب البيت الكبير بس. ساعتها ضحك وقال له: ايوه البيت اللي انت اتطردت منه، عارفه. فادهم فضل ساكت ومش عايز يرد عليه. فادريس كمل وقال له: هما دايما كده، المكان اللي يطردوا منه يتعلقوا بيه اكتر. بس ادهم ما خرجش من صمته وفضل قاعد ساكت. وادريس كمل برضه: فاهمك يا خبيث، انت عايز ترجع البيت تاني، طمعان، انت ضعيف بس كلك خباثه. بس خلي في علمك انا مش هسمح لك ترجع من غيري، لو انطبقت السما على الارض مش هتدخل هناك من غيري. ساعتها ادم بص له وهو جايب اخره بقى وقال له: مش كفايه اللي انت عملته فيا؟ كفايه بقى. قال له: ما كفاكش انت اللي عملته فيا، انا من اجلك اتطردت مع اني كنت الكبير بتاع البيت. قال له: لا، انت اتطردت عشان انت متكبر. ساعتها ادريس ضحك وقال له: انت اتطردت ليه؟ عشان انت ضعيف، يعني مالكش مكان في البيت الكبير زي، يعني البيت ده ما بيحبش الكبير والقوي ولا بيحب الضعيف والجبان اللي زيك. اسمع مني، ابونا مش عايز حد قوي ولا ضعيف يبقى موجود، وكل اللي عايزه الجبنه. ساعتها ده قال له: طب بقول لك ايه، سيبنا امشي وروح اتحرش بواحد قوي زيك، انا ضعيف مالكش دعوه بيا. قال له: عادي، ما ابوك بيتحرش بالقوي وبالضعيف. فادهم قام نافخ وباصص في الارض وساكت. فادريس قام مكمل وقال له: ايه، مش عايز تورط نفسك ولا ايه؟ مش عايز تقول كلمه وحشه ولا ده خبث من خبثك برضه؟ وده دليل على انك نفسك ترجع يا خبيث. بعد كده قام مدد ايده واخد خياره من على العربيه وفضل يبص لها كده وقال له: ايه ده، في حد بيبيع خيار معفن كده وكله تراب؟ يا عم شوف لك شغلانه اشرف يا عم. قال له: يا عم انا راضي، مالكش دعوه. قال له: لا، انت مش راضي، انت محتاج. في الوقت اللي ابوك قاعد في البيت الكبير وعايش في احلى عيشه، فكر شويه، مش اكرم لك انك تبقى معايا؟ ادم قال له: يا عم انا ما اتخلقتش عشان اعيش لك. ادريس قال له: بص انا لابس ايه، بص الجمال والحلاوه. ساعتها ادم ما تفهمش الفضول خده ولا في ايه، قال له: ايوه، يعني جبت اللبس ده منين؟ قال له: زي ما الاقوياء بيعملوا، اسرق او اقتل. ساعتها ادم قال له حزين كده، قال له: انا مش مصدق اللي انت اخويا ادريس. ساعتها ادريس ضحك وقال له: تستغربش، ما دام انا ابن الجبلاوي ما تستغربش اي شيء مني. ادم قال له: طيب ممكن بقى توسع لي طريق؟ قال له: اللي انت عايزه يا غبي. وقام مدد ايده مالي جيبه بالخيار من العربيه وقام موسع له الطريق. وهو معدي قام اختفف على العربيه. بعد شويه كانت اميمه واقفه وبتستقبل ادم وهو جايب العربيه من بعيد. كانت الضلمه ماليه المكان، كان في شمعه كده على طرف الكوخ هي اللي منوره الدنيا شويه. واميمه فهمت من صمت ادم ومن شكله كده ان بلاش اقرب منه دلوقتي. جابت له الميه عشان يغسل ايديه ورجليه، وجابت له عبايه او جلابيه عشان يلبسها. وبعد ما اتشطف ولبس جلابيته كده وقعد على الارض، ساعتها اميمه قربت منه كده وهي حذره شويه يعني، وقالت له: يا ريت اشيل عنك شويه. عارف زي ما يكون ادهم كان مستني لمسه. وقال لها: خلاص يا احقر البشر، اخرسي يا اصل الشر والتعاسه. ساعتها اتحركت بعيد عنه لدرجه ان هي كانت ممكن تختفي، بس هو كمل، هو مسكتش. قال لها: انت اكتر حد بيفكرني بغفلتي وبهبلي، ملعون اليوم اللي انا شفتك فيه يا ستي. ساعتها اميمه بدات تعيط من خوفها ومن زعلها. بس لقيت ادهم بيرد عليها رد غريب وقال لها: طز في دموعك، دي عرق الخبز اللي مليكي. ساعتها اميمه ردت عليه وهي بتعيط، قالت له: كل الكلام ده يهون، لانه عمره ما هيبقى قد عذابي والعذاب اللي جوايا. لا، ما تسمعنيش صوتك وبعدي عن وشي. ساعتها لا، اميمه بتقوم وتقول له: انا خلاص ماشيه. قام هز ايدي كده اللي هو غوري في داهيه وهي ماشيه. فاول ما جت تخرج من الكوخ لا، مش وقت محن برضه. ما ردتش عليه وفضلت ماشيه. ساعتها خرج قعد على باب الكوخ كده وفضل باصص قدامه لحد ما فجاه لها رجع تاني.
واول ما قربت من الكوخ قال لها اغسل لنا خيار عشان ده وقت العشاء. بعدها ادهم كان قاعد وعمال يفكر في البيت الكبير ويفكر ازاي وامتى حصل وهو عايش فين والدنيا ماشيه ازاي، مش فاهم اي حاجه. لقى صوت من بعيد كده بيقول عجايب والله عجايب. فلما بص ناحيه الصوت كده لقى ادريس قاعد قدام الكوخ بتاعه، وكان قاعد لمم شويه خشب وبيشغل النار قدام الكوخ بتاعه، ومراته راحه جايه معرفش بتعمل ايه، بطنها بقى كبيره كده قربت تولد خلاص. وفجاه لقى ادريس بعد ما ولع النار كده قام لافف ظهره وقام باصص للبيت الكبير وقال له طب ايه، فيش طبق ملوخيه فرخه محمره ولا مش مكتوب علينا الكلام الحلو ده؟ وبعد كده قام راجع قاعد قدام النار وبدا يغني. وادهم كان بيقول لنفسه ساعتها كل لما اخلى بنفسي واحاول اهدي دماغي شويه لا ام الشيطان ده يفسد عليا قعدتي. ساعتها لقى اميمه خارجه من الكوخ كده واقفه على الباب. هو كان في دماغه ان هي نامت خلاص. في نفس الوقت كان الحمل بتاعها برضه بدا يكبر او بدا يقرب، وهو كان عارف ان هي تعبانه وان الفقر شديد عليهم. لها بتقول بصوت هادي وبرقه كده بتقول له مش هتنام بقى؟ قال لها سيبيني، دي الساعه الوحيده اللي بعرف اقعد براحتي فيها. قالت له انت هتقوم تشوف شغلك على عربيه البطاطس الصبح بدري، فمفيش يعني لازم ترتاح شويه. قال لها بقول لك ايه، انا في وحدتي بحس ان انا رجعت سيد تاني او شبه سيد يعني، ببص للسماء وبفتكر الايام الجميله. فلها بتقول له والله انا لو شفت ابوك خارج من البيت ولا داخل البيت الكبير لا هجري ارمي نفسي تحت رجله واتاسف له. فادم قال لها هو جاب اخره، قلت لك 100 مرة شيلي الأفكار دي من دماغك، مش الطريقة دي اللي هتخلي أبونا يدخلنا البيت الكبير تاني. كل اللي بفكر فيه مصير ابني اللي في بطني هعمل فيه ايه. لا وانا مفيش حاجة شغلاني غير اللي انت بتفكري فيه ده، لدرجة ان انا بقيت عامل زي الحيوانات. فقالت له لا ما تقولش كده، ده انت خير الرجال كلها. ساعتها ادهم ضحك كده زي ما يكون بيتريق على كلامها وقال لها انا ما بقيتش انسان اصلا، الحيوان بس هو اللي ما يهموش غير الاكل. قالت له ما تحزنش، شوف كام راجل قبلك بدأ زيك وبعدها ربنا كرمه وبقى كبير. وانت فاكر اصحاب الدكاكين والبيوت دول كانوا ايه؟ ما كانوا زينا. قال لها رهنك ان وجع الحمل بقى وجع في راسك. قالت له ما تقلقش، هتبقى راجل وشأنك عالي جدا وابننا هيعيش في نعيمك. ساعتها ادهم قام ضارب كف بكف كده. قال لها انا اعمل ده ازاي؟ اشرب بوزه ولا اشرب حشيش؟ قالت له بالشغل يا ادهم بالشغل. قال لها الشغل عشان القوت ولعنه القوت. انا كنت عايش في الجنينه كانش عندي شغل غير ان انا ابص للسماء واعزف على الناي، انما دلوقتي انا مجرد حيوان ازق العربيه قدامي ليل نهار لاجل اي حاجه معفنه ناكلها. الشغل من اجل القوت بس لعنه، فهمتي؟ الحياه الحقيقيه في البيت الكبير. في اللحظه دي سمع صوت ادريس من جنبه بيقول له والله عندك حق، انت لسانك نطق بالحق، العمل هو اللعنه وده ذل احنا مش متعودين عليه. انا قلت لك تعالى خليك معايا. ساعتها ادهم لف للصوت كده فشاف شبح ادريس وهو واقف كده، وهو كان دايما يعمل كده، استخبى في الضلمه ويقرب ويقعد يتصنت على اللي هم بيقولوا. ساعتها ادهم قام واقف كده ومتعصب قال له ارجع لكوخك يا عم. ساعتها ادريس اتكلم وكانه بيتكلم جد كده وقال له انا زيك بالظبط وموافقك في الكلام، الشغل لعنه وعمرها ما تليق بكرامه الانسان اللي زينا. قال له ما انت بتقول لي، ما انت بتقول لي انضم ليك عشان اشتغل بلطجي، يعني لعنه بلعنه. قال له خلاص ما دام الشغل لعنه والبلطجه كزاره ولعنه برضه، ازاي بقى الانسان يعيش؟ ادهم مرتاحش للكلام مع ادريس كده فسكت، وادريس فضل ساكت على اساس ان ادهم هيرد، فما ملقاهوش يتكلم فقام قايل لحسن تكون عايز رزق من غير شغل، ولو عملت كده اكيد هيكون على حساب الناس التانية، ولا انت عايز رزق من غير شغل وفي نفس الوقت ما تضرش حد؟ وقام ضحك ضحكه عاليه كده وقال له دي فزوره يا ابن الجاريه. ساعتها اميمه اللي ردت عليه وقالت له ادريس ارجع لكوخك واخزي الشيطان. ساعتها فضل باصص لهم وساكت كده وقام راجع لكوخه وهو راجع على عجايب والله عجايب. وساعتها اميمه بصت لادم وقالت له حاول تتجنب انك تتكلم معاه، الراجل ده مش تمام. لا وانا بتكلم معاه انا فجاه بلاقيه فوق راسي، وقام ساد الصمت على المكان. فجاه اميمه قامت قايله يا ادهم انا قلبي بيقول لي ان هخلي من كوخنا ده بيت زي البيت الكبير، البيت اللي احنا اتطردنا منه، وهعمل فيه جنينه زي اللي بتحبها، واولادنا مهما كان عددهم هيلاقوا فيه الراحه وهيلاقوا فيه المتعه. ساعتها ادهم وقف كده وضحك ضحكه هي ما شافتهاش بسبب الضلمه ولا الخيار القشطه، الخيار المسكر، الخيار يا ولا. والعرق حواليا وبياكل فيا، والعيال الصغيره ما بتسكتش في السرقه، والارض بتاكل رجلي في سبيل ملاليم تعمل الجنينه اللي قلت لي عليها. وقام سايبها وداخل الكوخ. ساعتها سمعها من بره الكوخ كده وهي بتقول له بس هيجي يوم وهيبقى فيه فرح وهيبقى فيه غنى. قال لها ما انت لو كنت شقيانه كنتش لقيتي وقت للكلام ولا الاحلام اللي انت بتقوليها. ودخلت الكوخ ودخل الكوخ وكل واحد اترمى على الارض عشان ينام. وساعتها قالت له على فكره ربنا قادر ان يخلي من كوخنا ده بيت احسن من البيت الكبير. ساعتها ادم قال لها اسكتي، انا كل اللي انا عايزه ارجع البيت الكبير. وبعد كده قال وهو بيتقلب على الارض الشغل لعنه. ساعتها قالت له اكيد
بس هو لعنة مش هتتشال غير بالشغل. وفي يوم من الليالي يا جدع ادهم صحي وقال يقول للناس مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا، وهنكمل بعدين، ويا ريت محدش يحكم على اي شيء غير لما السلسلة تخلص. موضوع كبير وحلو جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هيشغل لك عقلك شغل حلو. واحب اقول لكم الله يبارك لكم، خد بوسه ايه، وهقابلكم قريب قوي. خلاص بقى فوقنا بقى، لا يلا سلام.